قصتنا تبدأ بولد صغير اسمه شيكي يعيش مع جده الذي ينصحه دائما قائلا: إذا وجدت أي فرصة للسفر خارج الجزيرة افعل ذلك دون تردد لتكتشف كل مكان في العالم. سافر وتعرف على ناس مختلفة وكون صداقات، وإذا وجدت صديقا وفيا ابق بجانبه وساعده واهتم به. شيكي يسأل جده عن ما يوجد في الفضاء فوقنا، فيجيبه الجد: يوجد الكون، وهو مكان مختلف تماما عن عالم البشر إلا الحشرات التي تكرهها. وهناك زعيمة تسمى الأم الكبيرة، وهي قادرة على تحقيق كل الأمنيات. بعد أن يسمع شيكي نصائح جده، يتمنى أن يكون لديه أصدقاء كثيرون وأن يقابل الأم الكبيرة. يعيش شيكي في جزيرة جران بيل المليئة بالروبوتات حتى يكبر ويصبح فتى جميل. وفي يوم من الأيام تصل فتاة إلى الجزيرة تدعى ريبيكا، ومعها قطة صغيرة تدعى سعيد. عندما ترى الروبوتات ريبيكا يفرحون كثيرا لأنهم لم يروا زائرا منذ 100 سنة، ولكن ريبيكا تشعر بالملل في الجزيرة وتبحث عن أي شيء يشغل اهتمامها، وترغب في كتابة تقرير عن الجزيرة. تقترح الروبوتات عليها مواجهة وحوش الروبوتات العملاقة، فتذهب ريبيكا إلى الغابة وتجد قطة عملاقة آلية. حبها للقطط يجعلها تقف أمام الوحش الآلي بسعادة، لكن فجأة تسقط القطة الآلية ويظهر شيكي فوق رأسها وقد قتلها. يعامل شيكي ريبيكا بلطف، لكنها تخاف منه وتضربه. شيكي يرى حشرة على الأرض ويصرخ لأنه يكره الحشرات، فتخاف ريبيكا وتضربه مرة أخرى. لكن شيكي يقول لها: أنت بشرية، أريد أن أكون صديقك. فتخاف ريبيكا وتهرب بسرعة وتعود إلى المدينة وتسأل الروبوتات عن شيكي. فجأة يظهر شيكي أمامها ويقول لها الروبوت: كل الروبوتات في الجزيرة أصدقاء، خاصة الروبوت مايكل الذي يرى أن شيكي يستحق أن يكون صديقا لك. تقول ريبيكا لشيكي: سأفكر في عرض الصداقة الذي قدمته لي. وبعد قليل يقدم الروبوت لريبيكا الكثير من الطعام، ويقيمون احتفالا في المدينة، لأن ريبيكا هي أول زائرة للجزيرة منذ 100 سنة. يظهر روبوت صياد يتخفى ويراقب المطعم، ثم يذهب بسرعة ليخبر زعيم الجزيرة. يحل الليل ويكون شيكي سعيدا بسبب الطعام المجاني الذي قدم له، وينام في المطعم. تسأل ريبيكا الروبوتات عما إذا كان يمكنها قص شعر شيكي لأنه طويل، فيجيبها الروبوت مايكل: ليس لدينا أي خبير تجميل في الجزيرة، ولهذا لم نستطع قص شعر شيكي منذ كان طفلا. يوضح مايكل السبب الرئيسي لكون شيكي هو الإنسان الوحيد في الجزيرة، ويحكي لها كيف جلبه الزعيم القديم للجزيرة منذ 10 سنوات واعتنى به ورباه. ولكن الروبوت الكبير تعطل ولم يستطع شيكي إصلاحه رغم مهارته في إصلاح الروبوتات. تترك ريبيكا شيكي وتدخل غرفتها في الفندق لتنام مع القطة سعيد، لكنها تلاحظ أن الروبوتات تتصرف بشكل غريب وتظل تنظر إلى غرفتها طوال الليل. يستيقظ شيكي ليجد أن شعره قد قص فيصرخ. يخرج من المطعم ليجد ريبيكا وسعيد مربوطين في خشبة وسط المدينة. يظهر زعيم المدينة مع باقي الروبوتات المسؤولين، ويعلن أنه سيأخذ مركبة ريبيكا ليغزو بها العالم ويثبت أن الروبوتات أقوى من البشر، وأنه من اليوم لن يعتبر أي إنسان الروبوتات أدوات يتحكم فيها. تعتقد ريبيكا أن الروبوتات قد أصيبت بفيروس فجأة، لكن الزعيم يقول لها: هذا الفيروس هو الذي نشط عقول الروبوتات. يحاول شيكي تهدئتهم ويقول للزعيم: سأصلح كل روبوت متعطل. ولكن الزعيم يجيبه: أنت لست ميكانيكيا، كنا نخدعك طوال الوقت. يصدم شيكي لأنه كان يعتقد طوال السنين الماضية أنه ميكانيكي. يقول الزعيم: أنت مجرد إنسان ضعيف. قبل 100 سنة كان البشر والروبوتات يعيشون معا في الجزيرة، لكن عندما توقف البشر عن زيارتنا أصبحوا أعداء لنا لأنهم تخلوا عنا في مكان منعزل عن العالم. الآن جاءت لي الفرصة لأنتقم منهم ونصبح نحن المسيطرين على العالم. تحاول ريبيكا وشيكي إقناع الزعيم بالتراجع عن فكرته وأن البشر أبرياء، ولكن شيكي من شدة الغضب يجد قوة غريبة تتسرب إلى جسمه ويهجم على الروبوتات الموجودة ويضربهم جميعا. يتذكر نصيحة الزعيم الذي رباه: إذا وجدت صديقا يجب أن تحارب من أجله. يستغل شيكي الفرصة وينقذ ريبيكا. تتجاوز قوة شيكي كل الحدود، ويضرب الزعيم الجديد ضربة قوية تبعده عن المكان. ولكن بسرعة يطلق الزعيم على شيكي طلقات نارية من بندقيته. يقول القط سعيد لريبيكا: هذه هي قدرة إعادة تشكيل مرونة الطاقة داخل جسد شيكي، وهي تقنية بدأت في العصور المظلمة وأصبحت نادرة جدا هذه الأيام. يطير شيكي في الهواء ويتفادى كل الطلقات النارية، ثم يضرب الزعيم مرة أخرى ويمسك بيد ريبيكا ويسأل عن مكان سفينتها. يأخذها ويطير بها إلى مكان السفينة
التي قالت عنه ريبيكا، لكن الروبوتات تطاردهم. يطلب شيكي من ريبيكا أن تركب السفينة وتهرب بينما يواجههم هو. تقول ريبيكا لشيكي: لن أتركك، نحن الآن أصدقاء. تدخل السفينة وتشغلها بسرعة وتطير بها إلى الفضاء، وتقرر أن تجعل شيكي يرى الفضاء الخارجي بعد أن قضى عمره كله محبوسا في جزيرة مليئة بالروبوتات. شيكي يكون مندهشا من كل شيء يراه في الفضاء، ولا يتوقف عن طرح الأسئلة حول كل ما يراه في الجزيرة. الزعيم يكون سعيدا ويقول لجميع الروبوتات: لقد حققنا أخيرا ما وعدنا به الزعيم الكبير قبل أن يتعطل. نجحنا في تمثيل أدوار الشر على شيكي لأن الزعيم طلب منا أن نتعرف عليه ونصبح أصدقاء. وبهذا يكتشف شيكي قوته الحقيقية ويقترب من البشر ليكتشف العالم قبل أن يتعطل هو ويعيش وحده دون خدمة ويموت. لقد أنجزنا مهمتنا المطلوبة منا. شيكي يبكي ويكون حزينا جدا لأنه ترك الجزيرة وكل الروبوتات التي كان يحبها، حتى وإن أصابهم الجنون لسبب مجهول. يقول لريبيكا: لقد كانوا أصدقائي في حياتي كلها على الجزيرة. ويضيف: أنا بحاجة لتكوين صداقات مع 100 شخص في العالم البشري. الأم الكبيرة تراقب كل ما يحدث وتقول لنفسها: لست متأكدة إذا كان شيكي مستعدا لمهمته الأساسية أم لا، لأنه مكلف بحماية وإنقاذ العالم. ريبيكا تعرف شيكي على عملها في يوتيوب وتقول له: لقد سافرت إلى أماكن كثيرة حول العالم وصورت العديد من المواقع ونشرت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. سأخذك لاستكشاف كوكب الجاردن الأزرق، وسجلت سفرك كمستكشف لتسافر إلى أي مكان بحرية. أتمنى أن تقبل أن أكون حارستك الشخصية لأعرفك على القوانين. تأخذ ريبيكا شيكي إلى كوكب الجاردن الأزرق، لكن شيكي يكون مندهشا من المباني العالية وعدد الناس الكبير. يرى ريبيكا مرتدية نظارة حتى لا يتعرف عليها أحد على أنها البلوجر المستكشفة المشهورة، رغم أن عدد مشاهدات فيديوهاتها لم يكن كبيرا. يركض شيكي وسط الناس ويطلب منهم أن يكونوا أصدقائه، لكن ريبيكا تسحبه بعيدا وتقول له: بهذا التصرف تحرجني. يرى شيكي تمثال ثلاثي الأبعاد في سقف الفندق ويسأل عنه، فتقول ريبيكا: هذه صورة الأم الكبيرة، صنعوا لها تمثالا قبل أن تغادر الكوكب. إنها تعتبر أما لجميع المستكشفين لأنهم يحترمونها جدا والكل يحبها، لكن أغلب الناس لا يعترفون بوجودها وتأثيرها عليهم. يتذكر شيكي جده عندما قال له إنها تحقق الطلبات، فيطلب صداقات مع عدد كبير من الناس، لكنها تخبره أنها مجرد صورة وأنه كان من الممكن تنفيذ الطلب لو كانت الأم الكبيرة موجودة بنفسها. يقول شيكي: أشعر أنني رأيتها من قبل. لكن فجأة يلاحظ الناس حوله يضحكون على كلامه ويقولون له إن الأم الكبيرة مجرد أسطورة. يطلب شيكي من الناس أن يكونوا أصدقائه، لكنهم يضحكون عليه أكثر. تسحبه ريبيكا وتخرجه من الفندق وتقول له: لا يمكنك التجول في أي مكان، وطلب صداقات من أشخاص لا تعرفهم أو حتى ذكر الأم الكبيرة. يرد عليها شيكي: لكنك لم تعرفيني وأصبحنا أصدقاء. تجيب ريبيكا: هناك نوعان من البشر في الكون، طيبون وشريرون، ولذلك لا يمكن لأي شخص أن يكون صديقك. فجأة يظهر شخص ويقطع يد القط سعيد، مما يصدم ريبيكا لأنها تحب سعيد جدا. يركض شيكي وراء الشخص وينشط قوته، يقفز فوق المباني ويرى الناس المختلفين، لكنه يحاول تذكر شكل الشخص الذي خطف سعيد، ويقول لنفسه: بالتأكيد هذا الشخص من الأشرار مثل ما قالت لي ريبيكا. يجد شيكي الخاطف على مركبة طائرة يمسك بها ويسقطها على الأرض، لكن الشخص يخرج مسدسا ويطلق النار لتخويف الناس. تصل ريبيكا بسرعة وتطلب منهم إعادة سعيد، وتقول لهم: لقد عشت مع القط لفترة طويلة وكنت أشعر بالسعادة بوجوده معي. عشنا وحدنا طوال حياته بعد أن تركتنا عائلتنا، ووعدنا بعضنا البعض أن نساعد ونهتم ببعضنا البعض طوال الوقت. يتأثر شيكي بكلامها وينشط قوته ويضرب الرجلين، لكن الرئيس يمسك بندقية ويطلق النار عليهم، لكنه يقتل رجاله بالنيران. تجري ريبيكا نحو سعيد تحتضنه وتقول له: لن أسمح لأحد أن يخطفك مني مرة أخرى. تكتشف ريبيكا أن سعيد مصاب بجروح خطيرة، وفجأة تحوله إلى بندقيتين تمسك بهما وتطلق النار على العصابة بغضب، لكن الرئيس يضاعف حجم الرصاص الذي يطلقه عليها. تقتل الرئيس ويفر جميع أفراد العصابة خوفا. يعود سعيد مرة أخرى وتغادر ريبيكا وشيكي المكان، لكن شيكي يكون مستغربا كيف تحول القط إلى بندقيتين. تشرح له ريبيكا أن سعيد تعرض لحادث مميت في الماضي،
واضطرت لتحويله إلى نصف قطع ونصف قوة معدنية، مما جعله سعيدا وقادرا على الكلام والتعبير عن نفسه. يفهم شيكي وجهة نظرها ويقول لها: أنت تحافظين على الصداقة حتى مع الروبوتات. ترد ريبيكا: نحن بحاجة للعودة إلى المهمة الرئيسية التي جئنا من أجلها وتسجيل بطاقة مستكشف لك. في نفس الوقت، على سفينة كبيرة في البحر، يبلغ شخص رئيسه أن حفيد زعيم الوحوش قد غادر الجزيرة، فيقرر الرئيس البحث عن شيكي بأي ثمن. رئيسه هو القبطان المدرع. تكتشف ريبيكا أن شيكي يكره الحشرات فعلا، ثم تظهر فتاة تدعى كلاريس التي تكون سعيدة بعودة ريبيكا وسعيد. كلاريس هي موظفة الاستقبال في النقابة. تقول لريبيكا: أنا سعيدة أنك عدت بأمان من كوكب رامبل. تستغل ريبيكا الفرصة وتقدم لها شيكي وتطلب منها مساعدته في تسجيله كمستكشف. ترد كلاريس: هذا طلب سهل، لا مشكلة. أثناء تجولهم في المكان، يضحك الجميع على شيكي لأنه قال إنه رأى الأم الكبيرة من قبل. يقولون له إنه كان خائفا من عنكبوت، فكيف قابل أما خطيرة وزعيمة موجودة منذ آلاف السنين؟ يوضح شيكي لهم أنه شعر بإحساس جميل عندما رأى تمثال الأم الكبيرة. تدخل فتاة تدعى ليليا التي تكون منافسة لريبيكا، وهي مشهورة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والجميع يحبها، ويحتاجون توقيعها على الرسومات. ريبيكا تعتقد أن ليليا هي منافستها الوحيدة، وبعد ذلك تكون متأكدة من أنها لن تستطيع التفوق على ليليا في شهرتها، لكنها في النهاية تكون راضية عن حالها. ليليا تسخر من ريبيكا وتنصحها بالتخلي عن نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تجلب مشاهدات كثيرة. ريبيكا تشعر بالحزن الشديد حتى أنها تفكر في التوقف، لكن شيكي يفهم مشاعرها ويقول لها: يمكننا أن نعلمها درسا لا تنساه. لكن ريبيكا تبتعد عن ليليا وتقول له: نحن بحاجة ألا نجذب الأنظار إلينا أكثر من ذلك. لكن ليليا تقول لهم: أعتقد أن شيكي شخص يمكنه إفادتي في فيديوهاتي ويجعل مقاطع الفيديو الخاصة بي أكثر شهرة. ريبيكا وشيكي يذهبان إلى مطعم لتناول الطعام، لكن شيكي يقول لريبيكا: كنت أعتقد أن عالم البشر مكان لطيف لا يوجد فيه أي شيء سيء، والجميع يعاملون بعضهم البعض كأنهم عائلة واحدة يحبون كل فرد. لكن ما اكتشفته أن هذا المكان غريب جدا، وحتى تصرفات البشر أغرب من تصرفات الروبوتات. يقول شيكي: لاحظت أنك في النقابة لست قريبة من أي شخص سوى كلاريس، ورأيت كل الناس وهم ينظرون إلى المدينة كمكان للعمل فقط. وبعد تناول الطعام، تعطي ريبيكا شيكي بطاقة بها صورته ومهنته كمستكشف، وتقول له: أنا لا أعرف اسم شهرتك أو اسم عائلتك، لذا وضعت اسم الجزيرة بعد اسمك. شيكي يجد أن الجميع يشاهدون مقاطع الفيديو التي تنشرها ليليا، فيتعجب ويقول لريبيكا: رغم أنني لا أريد الاعتراف بذلك، إلا أن ما تنشره جميل ومشوق جدا. لكن لدي فكرة يمكنك بها نشر فيديوهات تجعلك أكثر شهرة من ليليا. ويقول لها: نحن سنكرر البحث عن الأم الكبيرة، وهكذا سيكون عدد كبير جدا من الناس مهتمين بمعرفة كل تفصيلة تحدث. بذلك يمكننا أن ننتقم من أعضاء النقابة الذين سخروا مني، وأثبت لهم أن الأم الكبيرة موجودة وأنني أعرفها منذ زمن. تعجب ريبيكا بالفكرة جدا وتقول له: العائق الوحيد أمامنا هو أننا لا نملك مركبة فضائية للخروج من الكوكب. شيكي يقول لها: ليس فقط ذلك، نحن أيضا بحاجة إلى أعضاء آخرين معنا لنكون فريقا. ريبيكا تقترح عليه أن يقابل الأستاذ الذي ساعدها في إصلاح سعيد، وتقول له: يمكنه أن يوفر لنا مركبة فضائية. بعد فترة، يصل زي إلى كوكب بلو جاردن ويبحث عن شيكي، ويسأل كلاريس عن وجوده، لكن يظهر شخص ويقول لزي: أنا أعرف أين يذهب شيكي والبنت التي معه. تتحرك ريبيكا وشيكي وسعيد إلى كوكب يدعى ميت، وتكون السفينة بحاجة إلى برمجة. يطلب شيكي من ريبيكا أن تبرمج السفينة، فتجد ريبيكا وسعيد فكرة عمل فيديو عن مبتدئ يقود سفينة فضائية لأول مرة. وعندما يقتربون من الكوكب، تقول ريبيكا لشيكي: انزل الكوكب أمامك. سعيد يشرح لشيكي كيفية الهبوط بالسفينة في أي مكان يحتاجه. ريبيكا تطلب من شيكي أن يضغط على زر معين للهبوط، لكنه يضغط على كل الأزرار في لوحة القيادة، مما يتسبب في أضرار للسفينة. فجأة ينير الإنذار عند ريبيكا، وتبدأ أعمدة حجرية في السقوط عليهم من السماء. تقول ريبيكا: هذا بسبب هروب البلورات من سطح الكوكب، مما جعل الأعمدة تطفو في السماء ثم تسقط مرة أخرى على الأرض التي تمتص جاذبية الأعمدة وتعيد تبلورها من جديد،
لتفيد سطح الكوكب. هذه دورة مستمرة على هذا الكوكب لأنه مصدر الطاقة والقوى الكبيرة التي تذهب للبشر. وتضيف: المادة الموجودة في الطلقات النارية تسمى الأثير. قوتك مختلفة لأن جسدك يلعب بالأثير ويجعله يجري في كل عروقك، لذلك تنشيط قوتك مختلف عن الجميع. لكن شيكي لا يفهم كلامها ويسأل: كيف يعيش البشر في هذا الكوكب المهجور؟ ريبيكا تقول له: نحن موجودون تحت الأرض. فيصعدان إلى سطح الكوكب ويجدان منطقة قديمة. ريبيكا تأخذ شيكي ويركبون وسيلة نقل ويصلون إلى الأستاذ، لكنهم يجدون البيت فارغا. شيكي يجد نظارات الأشعة السينية الخاصة بالدكتور ويرتديها، لكن فجأة يظهر رجل ويقول لهم: ماذا تفعلون في بيتي؟ ويوجه نحوهم مسدسا. ريبيكا تقول له: أنا أبحث عن البروفيسور فايس. لكن الرجل يقول: أنا البروفيسور فايس. شيكي يكون مستغربا ويقول لريبيكا: كان من المفترض أن تعرفي الأستاذ الذي جئت إليه. فايز يعتقد أنهم يعملون مع زعيم يدعى سايبر ويطلب منهم المغادرة فورا، لكن شيكي يرتدي النظارات مرة أخرى ويرى رجلا في الطابق الثاني، وعندما يرى الرجل شيكي يطلق النار عليهم. شيكي ينشط قوته ويهاجم الرجل، لكن الرجل يهرب بسرعة ويركب دراجة نارية ويسرع في الهرب. يظهر شخص آخر ويقول لهم: أنا لست الخائن السيبراني. ريبيكا تأخذ شيكي ويدخلون مطعما، وتخرج ريبيكا صورة للأستاذ، لكن بطاقتها تنتهي والصورة لا تحمل. التلفاز يعرض أخبارا من 50 سنة مضت، فتخرج ريبيكا خارج المطعم للبحث عن وسيلة نقل، لكنها تجد كل وسائل النقل قديمة، مما يجعلها تشك أن الكوكب يعاني من تأخر زمني ب50 سنة. تسأل سعيد عن السنة الحالية على الكوكب، فيقول لها: هذه السنة 492. ريبيكا تقول لهم: كنت أتمنى أن أعيش في سنة 442. فجأة تظهر عصابة ويهاجمون شيكي، ظنا منهم أنهم من أتباع البروفيسور فايس. أحد الأتباع يقول لهم: أعيدوا لنا ما سرقتموه. شيكي يقول لريبيكا: ادخلي وتعاملي معهم. ريبيكا تقول له: علينا أن نهرب بعيدا حتى لا نؤثر على الأحداث التي حدثت في الماضي، وهذا سيكون سببا في تغيير المستقبل. تمسك ريبيكا بشيكي وتغير جاذبيته فيطير أفقيا ويبتعد بسرعة عن العصابة، لكنهم يجدون روبوتا يهاجمهم فيقوم شيكي بتدميره. عندما يكتشف أن الروبوت تابع للعصابة، يشعر شيكي بأنه بالغ في رد فعله تجاه العصابة، ويدخلون مكانا مليئا بالكائنات الفضائية. يقول شيكي لريبيكا: أنا بحاجة لتكوين صداقات. ريبيكا تأخذه إلى مكان آخر، لكنهم يلتقون بفايس. ريبيكا تطلب منه الجلوس معهم والاستماع إليها، فيجلس فايس معهم ويقول: كنت أعمل مع سايبر الذي كان يشكك في توقعي، بعد أن قلت له إن هناك 3 سيأتون من المستقبل لزيارة الكوكب، و3 هؤلاء سرقوا منا أشياء كثيرة، لكن باقي القصة لا تخصكم. شيكي يسرق حقيبته ويقول له: إذا لم تكمل القصة لن تأخذها. فايس يقول لهم: سأتحدث. وفجأة تنقطع الكهرباء في المكان. شيكي يفتح حقيبة فايس ويجد بداخلها فتاة روبوت صغيرة تدعى بينو. شيكي يتوقع أن يجد شيئا مهما في الحقيبة، لكن بينو تقول لهم: أنا من سحبت الطاقة من المكان كله، وأنا أيضا أستطيع أن أجعل المكان ينبض بالطاقة الكهرومغناطيسية. يكون سعيد سعيدا بطريقة غير طبيعية، لكن النبض الكهرومغناطيسي يستمر لفترة قصيرة. شيكي يسأل بينو: ما رأيك أن تكوني صديقة؟ بينو تفكر للحظات قليلة وتوافق، لكن فايس يسألها: هل أصبح ملكك سايبر؟ عندما تسمع بينو الاسم تخاف وتهرب، لأنها تتذكر أوامر ملكها. فايس يقول لهم: الإنترنت هو المتحكم في بينو، ووظيفتها الرئيسية هي المخططات التي تضمن العمل الافتراضي. تدخل فتاة ترتدي زي أرنب وتقول لهم: فايس كان جزءا مهما من عصابة سايبر، لكنه قرر الرحيل منذ وقت قصير. ريبيكا وشيكي يقرران الرحيل ويصعدان إلى سفينتهم قبل أن يتورطا في مشاكل. في الطريق تلاحظ ريبيكا أن شيكي أخذ معه حقيبة فايس، لكنه يقول لها: الحقيبة تحتوي على قائمة انتظار وتسجيلات مهمة. عندما يسجلون في أول بطاقة منها يشاهدهم روبوت عملاق. الروبوت يأمر بينو بمهاجمتهم، لكنها ترفض. الروبوت يغضب لأنها تعصي أوامره، فيمحو ذاكرتها ليكون هو الملك الوحيد لها ويستخدمها كما يشاء. يطلب منها محو ذكريات إنسان غريب عنهم كان يتمشى بأمان، لكن بينو تشعر بالحزن لأنها مجبرة على فعل شيء كهذا. شيكي يرى هذا التصرف ويعتبره تصرف وحشي ولا يستطيع البقاء هادئا.
يقول لريبيكا: أنا لا أهتم بتغيير الماضي، لكن يجب أن أساعد بينو لأنها صديقتي. ريبيكا تقول له: أنت على حق، علينا التدخل. في هذا الوقت يتبعهم فايس، وعندما يرى سايبر يتحكم في بينو بوحشية يغضب ويقرر الاستعداد للهجوم عليهم. سايبر يقرر كسر رجل بينو لأنها عصت أوامره وحاولت الهروب منه، لكن بسرعة يشعر فايز بالذنب لأن هروب بينو كان مسؤوليته. قال سايبر: منذ أن أخذت بينو أصبحت ملكي. أنا أعلم جيدا أنك كنت تستخدم بينو لسرقة الأموال من المحطة. دخل شيكي وريبيكا بسرعة لإيقاف سايبر عند حده، لكن فايس كان ينتظرهم. عندما خرجوا من المركبة هرب مع بينو دون أن يدرك أن سعيد كان موجودا في المركبة. فجأة تسقط صخرة كبيرة على ريبيكا، فيتدخل شيكي بسرعة لصدها. سايبر يستغل الوقت ويركب مركبته لمطاردة فايس، بينما تتعرض ريبيكا لمضايقات من أتباع سايبر. قال أحدهم لشيكي: من الصعب عليك مواجهة اثنين من الأقوياء. بينو تشرح لفايس أن سايبر يتعامل مع عصابة غريبة وتقول له: لم يكن ينبغي لنا أن نترك أصدقاءنا ونهرب بقطتين. لم يكونوا يستحقون ذلك لأنهم كانوا سينقذوننا. شيكي يتعرض للضرب ويسقط في حفرة كبيرة مليئة بالخردة. يجد هناك روبوتا يشبه مايكل، ويعتقد أنه مايكل الذي سينتهي به الحال في جزيرة رامبل بعد 50 سنة. لكن الروبوت يعرف نفسه باسم جوني، مما يجعل شيكي يشك أنه ليس مايكل وأنه ليس من نفس النوع. شيكي يجد العديد من التعطيلات في جوني ويرغب في إصلاحه، لكنه يتذكر كلام الزعيم عندما قال له: أنت لست ميكانيكيا حقيقيا. جوني الذي كان يعتقد أن البشر نوع واحد يغير فكرته عندما يرى شيكي يساعده. فايس يتعرض لإطلاق صاروخ من سايبر، وريبيكا تتعرض لمضايقات من أتباع سايبر. فجأة يظهر شيكي ويضربهم بقوة، ويسأل ريبيكا عن الاتجاه الذي هرب فيه فايس مع بينو. عندما تعرف المكان يتوجه شيكي بسرعة ويجد سايبر موجودا في السفينة. يخرج شيكي من السفينة غاضبا لأن سايبر عامل بينو بشكل سيء ويضربه عدة مرات، لكن سايبر يستخدم يده المليئة بالطاقة ويضرب شيكي بقوة. تقوم السفينة بتشغيل التفجير الذاتي، وتكتشف بينو ذلك بسرعة وتستخدم النبض الكهرومغناطيسي لإيقاف الروبوت الذي يريد تفجير شيكي. يحاول سايبر قتل بينو، لكن بندقيته تتعطل بسبب النبض الكهرومغناطيسي، فيمسك قطعة من المعدن ليدمرها بها. ريبيكا تصل بسرعة وتقطع يد سايبر وتمسك بسعيد، وتكون سعيدة بعودته إليها. بينو تخرج وتكون سعيدة لأن شيكي اعتبرها صديقة وقرر إنقاذها. يقول شيكي لها: أنا لا أراك مجرد روبوت. في ذلك الوقت يكون اليزي على متن السفينة ويقترب من الكوكب الذي يوجد فيه شيكي. الحكومة تبحث عن مجموعة شيكي للقبض عليهم. يسأل شيكي بينو: أنت روبوت من المستقبل، ما سبب وجودك في الماضي؟ تجيب بينو: لا أعرف السبب لأن ذاكرتي تم محوها. تقول ريبيكا: أنا أعرف أن من صنعك هو أستاذ موجود في المستقبل بعد 50 سنة من السنة التي نحن فيها الآن على الكوكب. بعد نقاش طويل تقرر المجموعة البحث عن مكان الأستاذ. بينما هم يتحدثون تصل إليهم السفينة الفضائية الكبيرة الخاصة باليزي الذي يعتقد أنهم قراصنة الفضاء، فيحاولون الهرب بسرعة، لكن سفينتهم صغيرة جدا مقارنة بسفينة اليزي الكبيرة. تقول ريبيكا لمجموعتها: أعتقد أن الوقت فات على الهرب، لأن لا أحد يمر تحت أيديهم دون أن يتم القبض عليه. على متن سفينة اليزي يقول القائد بصوت عال: لقد قبضت عليكم وسأسقط لكم الكوكب الهالك. الكوكب هذا كان مليئا بالمغامرات قبل 50 سنة، لكنه الآن أصبح خارجا عن القانون، مليئا بالغزال المتوحشين وتجار العبيد. لكن اطمئنوا، أنا لست جزءا من الكوكب هذا. في النهاية يطلب منهم الانضمام إلى سفينته الكبيرة بهدوء. يشك شيكي في أن فايس هو من سلمهم، فيشعر بالخيانة والخوف من أن يضيع 50 سنة من حياته في كوكب مجهول. تأتي لشيكي فكرة ويقول لريبيكا: سنخطف سفينة اليزي لأنني كنت بحاجة إلى سفينة كبيرة منذ البداية لأتمكن من البحث عن الأم الكبيرة. يسمع اليزي ذلك ويضحك عليه قائلا: ادخل مركبتي وواجهني وخذ السفينة مني. يدخل شيكي سفينة اليزي بسرعة، لكنه يجد شيئا غريبا في السفينة: مجموعة كبيرة من البشر، لكن أيديهم عبارة عن مخالب أخطبوط، والمكان مليء بالدماء. تهجم الكائنات الغريبة على شيكي، لكنه ينشط قوته ويضربهم جميعا ويستمتع بلذة القتال. في هذا الوقت
تقبض الكائنات الغريبة على ريبيكا وبينو، ويشعر فايز بالشماتة، لكنه يتعرض للقبض عليه أيضا رغم أنه كان متعاونا معهم. تتحول ريبيكا إلى مسدسات وتضرب كل الكائنات المحيطة بها وتحرر فايز وبينو. يصل شيكي إلى غرفة اليزي، لكنه يجد اليزي عبارة عن هيكل عظمي وله مخالب مثل الأخطبوط. اقترب شيكي من إليزي، ولكن إليزي بسرعة استعدل وضربه بمخالبه ضربة قوية، ثم استمر في ضربه بتكرار. حاول شيكي الهرب من هجمات إليزي متذكرا دروس جده، محاولا استخدامها مع قوته، لكن لم يستطع مغادرة إليزي. كانت المعركة كلها عبارة عن هجمات من إليزي ومحاولات هروب من شيكي. إليزي أمسك بسيف وضربه على الأرض، لكن شيكي قاوم وقام بصعوبة، متذكرا جده مرة أخرى وعازما على عدم خذلانه وهزيمة إليزي ليكون أقوى منه. قال إليزي لشيكي: لا تحاول الهجوم لأنك ستفشل، أنا أقوى منك. وسأله: ما هو هدفك من مغادرة الجزيرة؟ رد شيكي: هدفي هو العثور على الأم الكبيرة، رغم أن الجميع أكدوا لي أنني سأفشل، لكني متأكد من أنني سأجدها وسأنجح. تذكر شيكي الوقت الذي تعطل فيه جده، وشعر بحزن كبير لأنه لم يستطع إصلاحه. في هذا الوقت كان تحالف حماية الفضاء يبحث عن إليزي للقبض عليه، لكنهم اكتشفوا موجة من الطاقة. قالوا: إليزي يهاجم شخصا في الفضاء. قال إليزي لشيكي: حلمك غبي مثلك، لأن زعيم الوحوش نفسه لم يستطع العثور عليها. أدرك شيكي أنه يبحث عن شيء فشل فيه جده، لكنه قال: لن أفشل، وسأحقق حلم جدي الذي تعطل قبل تحقيقه. قام شيكي من على الأرض واستخدم حركة كان جده يستخدمها، وأخيرا استطاع ضرب إليزي ودفعه لاختراق عدة طوابق في السفينة. عندما تبعه شيكي وجد أن إليزي تحول إلى كائن فضائي صغير وهرب منه بسرعة. عاد شيكي إلى مجموعته، لكن ظهرت شاشة كبيرة مرة أخرى في سفينتهم الصغيرة وظهر فيها إليزي. قال إليزي لهم: شيكي اجتاز اختباري. وأضاف: سفينتي كانت مخزنا للحشرات التي تستطيع التحول إلى أي شيء، وقررت استخدامها لاختبار قوة شيكي. وأخبر شيكي: هذه السفينة كانت سفينة جدك التي كان يستخدمها للبحث عن الأم الكبيرة، لذا سأهديها لك. وقال له: في يوم من الأيام كان جدك يبحث عن الأم الكبيرة، لكن فجأة وجدك، فقرر العودة إلى جرامبل لرعايتك. أنا ممتن لجدك في أشياء كثيرة ساعدني فيها، لذا ستكون سفينتي ملكك. كان شيكي مترددا في قبول الهدية، لأنه اعتقد أنه لم يفعل شيئا يستحق هذه الهدية، لكن إليزي قال له: هذه السفينة لا تقارن بشيء أمام أسطول السفن الذي أملكه. عرف تحالف حماية الفضاء موقع إليزي، فحاصروا السفينة الكبيرة من كل اتجاه. استعد إليزي لدخول في اشتباك معهم، وقال لشيكي: أهرب لأن هذه المعركة كان لابد أن تحدث، رغم أنني هربت منهم كثيرا، لكن كنت متأكدا أن اليوم سيأتي وأدخل في اشتباك كبير مع تحالف حماية الفضاء، ولا أريدك أن تتدخل في المعركة. قال شيكي لإليزي: سأعتبرك صديقا، وحرك ذراع التحرك وهرب بعيدا عن المعركة بسرعة. لاحظ رئيس التحالف أن سفينة الزعيم هربت بعيدا جدا ولم تكن إليزي فيها. بدأ إليزي يستدعي أسطوله ليساعدوه، وقال للتحالف: السفينة التي هربت بها أشخاص أبرياء. قالت ريبيكا للمجموعة: سنعود إلى الكوكب الأزرق، وأكدت عليهم أن ينظفوا السفينة من كل الدماء والأعضاء والكائنات الغريبة. لكن فايس قال لهم: أنا لست معكم في المجموعة. لكن ريبيكا لم تهتم بكلامه، وذهبت هي وسعيد لتنظيف الحمام، وقالت لشيكي وفايس: نظفوا الطريق كله. بينما كانت ريبيكا وسعيد ينظفان الحمام ويستحمان، لاحظت ريبيكا وجود علامات إلكترونية على يديها، فانبعث نور قوي من يديها كسر السقف، لكن السفينة أصلحت نفسها بنفسها وكأن لم يحدث أي ضرر. قبل أن يغرقوا في الفضاء، وجدت المجموعة ملابسا جديدة أبطال. أثناء تجوالهم في السفينة وجدوا غرفة كبيرة، فلاحظوا أن هذا كان مقر الزعيم بناء على ترتيبها وشكلها المختلف. جلس شيكي على كرسي الزعيم، فشغلت السفينة نظاما مختلفا، لأنها أدركت أن الزعيم يجلس على الكرسي ليتحكم فيها. بعد ثوان ظهرت روبوت فتاة أمام المجموعة وقالت لهم: أنا تابعة للزعيم وموجودة لإصلاح السفينة من أي ضرر فيها، لكن لي فترة طويلة جدا، وهذا سبب شكل السفينة الحالي، لأنها كانت جديدة في آخر مرة أصلحتها. أطلقت الروبوت طاقة مرت عبر كل جزء في السفينة وأعادتها إلى طبيعتها من جديد. قالت الروبوت لشيكي: كنت في انتظارك لأن الزعيم أخبرني عنك. الآن أصبحت الملك الشرعي للسفينة، وأنت الزعيم الجديد،
لكن السفينة لا تستطيع أن تكون قوية في الوقت الحالي، لأنك أنت الذي يجب أن تمدها بالقوة اللازمة. الآن لا تحتوي السفينة سوى على ربع القوة الأصلية لقوة الزعيم. وأضافت: يجب عليك تنشيط باقي مجموعة الروبوتات الثلاثة أصدقائي، فهم الذين سيساعدون السفينة على استعادة قوتها من جديد، وتستطيع تجاوز منطقة سقوط التنين وتجاوز الفضاء كله. كانت هناك خريطة للكوكب معروضة أمامهم، فأدركت ريبيكا أن المنطقة كلها مليئة بالتنانين، نفس المنطقة التي رآها شيكي بعد مغادرته جرامبي لأول مرة. قالت لهم: التنانين هناك قوية جدا لدرجة أن تنينا واحدا يمكنه تدمير أسطول كامل من السفن، لذا تحتاج السفينة إلى باقي المجموعة. قدمت الروبوت خدمات لمجموعة شيكي باعتبارهم أتباع الزعيم الجديد، وقالت لريبيكا: مهارات فايس كبيرة جدا وقريبة من قوة الزعيم، لكنه لا يستطيع إدراك ذلك ولا يمتلك الجرأة الكاملة لاستخدام قوته الكبيرة أو إزالة الحدود التي تمنعه من استخدام قوته بحرية. سألت ريبيكا الروبوت: هل تعرفين مكان باقي مجموعتك الثلاث روبوتات؟ أجابت الروبوت: منذ أن عاد الزعيم إلى جرامبل بقيت وحيدة في السفينة، لأن باقي مجموعتي فقدت الأمل في أن يعود الزعيم مرة أخرى، وكل واحدة منهن سارت في طريق بعيد، وأنا بقيت في حالة سبات في السفينة أنتظر عودة الزعيم. وأضافت: أعتقد أن واحدة منهن موجودة في الكوكب الأزرق جاردن. وجد شيكي بابا حديديا كبيرا مكتوبا عليه 3173، فحاول وضع يده ليفتحه، لكن البصمة لم تتعرف على يده ولم يفتح. أدرك أن وراء الباب شيئا سريا، وأنه لا يمكن فتحه إلا عندما يجمع مجموعة الروبوتات. سمع شيكي الروبوت إيف تقول له: اترك كل شيء في مكانه حاليا حتى نجد باقي المجموعة، لكنه خاف لأنها كانت مع ريبيكا، فكيف سمع صوتها أو كيف تستطيع رؤية كل شيء يحدث في السفينة؟ سألها: هل أنت كائن حي ولست روبوتا؟ أجابت إيف: أنا لست كائنا حيا، لكن لدي قلب يشعر وعينين تريان كل شيء في السفينة. سألت بينو شيكي: أنا روبوت لكن ليس لدي قلب. فأجابها شيكي: أعتقد أن لديك قلبا لأنك تستطيعين الضحك والحزن. قالت بينو: سأعتبرك سيدي وسأسمع كل أوامرك وسأكون وفية لك حتى تجد الأم الكبيرة. عادت المجموعة إلى الكوكب الأزرق جاردن، وكان فايس مبهورا بالمستقبل الذي يراه في جاردن. قال لهم: سأستكشف المكان، وتركهم مؤقتا. تقابلت ريبيكا مع كلاريس، لكن قبل أن يتحدثا قاطعتهم ليليا وضحكت على ملابس ريبيكا، لكن تصرفها لم يعجب شيكي، فقالت ليليا له: أنا أريد مساعدتك في عمل فيديو ونشره. لكن شيكي رد قائلا: لن أساعد شخصا متنمرا مثلك، خاصة وأن ريبيكا صديقة لي. ليليا حاولت تبرير موقفها قائلة: كنت أقدم لها النصائح بطريقتي لكي تجتهد أكثر. كلاريس تخبر ريبيكا أن رئيس النقابة يريد مقابلتها، فذهبت ريبيكا لمقابلته، لكنها وجدت رجلا خطيرا مع حراسه الشخصيين. قالت له ريبيكا: ابتعد عن طريقي، لدي مقابلة مع رئيس النقابة. خرج شيكي في جولة مع بينو، ولكنه لم يكن يعرف المدينة جيدا. أثناء تجولهما صادفا ليليا مع حراسها الشخصيين، وفجأة ظهر الرجل الغريب الذي قابلته ريبيكا، وضرب الحارسين بضربة واحدة وأمسك بيد ليليا ليخطفها. لكن شيكي تدخل وأمسك بيد الرجل، فاكتشف أنها يد حديدية ترتفع في الجو وتعود لكتف الرجل المجهول. بينو تعرفت على الرجل وقالت لشيكي: إنه سايبورغ، يمكنه استخدام البيانات الإلكترونية في جسمه. تذكرت بينو أن هناك كائنا غنيا جدا في الكوكب الأزرق يطلب من رجاله خطف المشاهير على يوتيوب مثل ريبيكا وليليا ليستفيد من شهرتهم ويتاجر بهم مقابل المال. شيكي هاجم سايبورغ لمنعه من خطف ليليا، لكنه هرب وركب فوق سيارة. شيكي تبعه وركب السيارة وضرب سايبورغ الذي نزل على الأرض واستخدم تقنية الشقوق، مما تسبب في فتح شقوق في الأرض. خاف شيكي على الناس الموجودين في السيارات، فأوقف معركته مع سايبورغ وذهب لمساعدة الناس بسرعة قبل أن يقفوا في الشقوق. الناس الأبرياء تساءلوا عن سبب المعركة بينهم وطلبوا منه مغادرة الكوكب. فجأة تلقى سايبورغ أمرا بالعودة بسرعة فهرب، وشيكي عاد لفندق النقابة، لكنه لم يجد ريبيكا. خرج القط سعيد وهو مصاب بجروح خطيرة وقال لشيكي: تعرضنا لهجوم قوي من رجل غريب، واختفت ريبيكا ومسؤول النقابة بعد الهجوم. ظهرت في نشرة الأخبار أن أغلب المشاهير على يوتيوب
قد اختطفوا من وسط المدينة من قبل مجموعة مجرمة. فكر شيكي أنهم قد نقلوا إلى الكوكب الذي تحدث عنه الزي، وقرر إنقاذهم وجمع باقي المجموعة للعودة للسفينة. كانت هناك فتاة تراقب شيكي وتسمع أنه يقول سفينة الزعيم. استفاقت ريبيكا وأدركت أنها اختطفت ووجدت نفسها في مكان غريب وسط مجموعة من مشاهير اليوتيوب. العصابة كانت تراقبهم، وعندما سمعوا صراخهم طلبوا منهم الهدوء وقالوا لهم لن يأتي أحد لإنقاذكم لأن هذا المكان مخفي. استطاعت إيف تحديد موقع الكوكب الذي شك شيكي أن ريبيكا مخطوفة فيه. زعيم العصابة رأى فتاة تبكي من بين المخطوفين فاقترب منها ليضربها، لكن ريبيكا تدخلت ومنعته. زعيم العصابة عاقبها وأمر رجاله بشد قيودها لتشعر بالألم أكثر، لكنها حاولت مقاومة الألم بصعوبة. كان سايبورغ الذي ضربه شيكي موجودا مع العصابة. سخر منه بقية أفراد العصابة لأنه لم يستطع إحضار الشخص المطلوب منه، وقالوا له أنت موقوف عن العمل لفترة معينة كعقاب. حكى سايبورغ للزعيم عن شخص يدعى شيكي منعه من خطف ليلية، فطلب الزعيم من رجاله إغلاق الباب على المخطوفين. حاولت ريبيكا طمأنة الناس الذين معها، فواحدة منهم قالت نحن نقلنا إلى كوكب مليء بالمخلوقات المتوحشة، يعني نسبة نجاتنا ضعيفة. كان جميع الموجودين مشاهير على يوتيوب لديهم أكثر من 100,000 متابع، باستثناء ريبيكا التي لديها 100 متابع فقط، مما جعلها غير معروفة بينهم. شيكي توجه نحو كوكب المخلوقات المتوحشة، فقالت له بينو هذا الكوكب كان مكانا سياحيا في الماضي، لكنه الآن أصبح مكانا للمجرمين. شيكي قال أريد فقط الوصول بسرعة لإنقاذ ريبيكا وكل الأبرياء المخطوفين. حاولت إيف إصلاح سعيد، لكنها فشلت لأنها صنعت فقط لحماية وإصلاح السفينة. أخبرت إيف المجموعة عن مكونات سفينة فالكري، وهي سيف السفينة الذي يكون معه بنت تابعة له تدعى هور، والناسك هو قلب السفينة، والسير روي وهور موجودان في النقابة، وعرفا خبر خطف مشاهير اليوتيوب. عندما سمعوا شيكي يتكلم عن سفينة الزعيم عرفوا أنه هو مالك السفينة الجديد، وأدركوا أن ريبيكا قد اختطفت معهم. قال روي لهور علينا ركوب السفينة الحربية لمساعدة مالك السفينة الجديد وإنقاذ الأبرياء. نقلت العصابة الفتيات المخطوفات إلى الكوكب الشرير بسفينتهم العملاقة، لكنهم رأوا جبلا من العظام البشرية في الكوكب مما أرعبهم. أمر أفراد العصابة بمراقبة الفتيات، وعندما لاحظوا أن إحداهن هربت قالوا ستلقى حتفها هنا لأن هذا الكوكب خطير جدا. نقلوا المخطوفين إلى غرفة مشتركة، وظهر زعيم العصابة على شاشة كبيرة. كان الزعيم عبارة عن ضفدع كبير يتكلم، وكان متحمسا جدا بوجودهم. قال لهم في الأيام القادمة ستعانون كثيرا. كانت مع الزعيم الفتاة التي هربت، واستخدم أحد أفراد العصابة سلاحا ليطلق شعاعا على الفتاة، فبدأت تتألم وتصرخ بصوت عال، لكنها توسلت للرجل أن يرحمها. قال الزعيم ستعانون قريبا من نفس الألم. في هذا الوقت وصل شيكي إلى الكوكب. حذرتهم إيف من أن الكوكب مليء بالوحوش الشريرة، وقالت لهم بمجرد أن يرونكم لن يظهروا لكم أي رحمة. قال فايز لبينو لقد أصلحت سعيد قدر المستطاع، لكن هناك تصليحات تحتاج خبيرا. حاليا لا أستطيع أن أكون الشخص الذي كنت عليه في المستقبل، لأن الماضي سحب الكثير من خبرتي. وجد شيكي شجرة عملاقة في طريقهم وقال هذا المكان مليء بالخشب، بالتأكيد سلاح الأثير متوفر بكميات في الكوكب، خاصة مع الأغنياء الموجودين في المنطقة. ريبيكا ستعجب بالشجرة لأنها ستساعد بها سعيد. وجد شيكي بيتا كبيرا في الطريق، ودخل وسمع أصواتا غريبة داخله. عندما دخلوا الغرفة وجدوا تمثالا وواحدا من مجموعة إيف، لكن الروبوت الجديد لم يتعرف على شيكي. شرحت له إيف أن شيكي هو الزعيم الجديد وسيد السفينة. قال شيكي للروبوت نريد استرجاع المجموعة المخطوفة. أجاب الروبوت لكي تسترجع الأشخاص المخطوفين عليك دفع ضعف المبلغ الذي دفعه زعيم العصابة. لكن شيكي استعد لمواجهتها وقال ليس لدي وقت للتفاوض. أحضرت الروبوت مجموعة من الآليين المسلحين وأمرتهم بمنع شيكي من الهجوم. أطلق الآليين النار على شيكي، لكنه استخدم قوته لتجنب الرصاص. تدخلت هاموركس بسيفها وضربت الآليين. بعد وقت حولت سيفها إلى سفينة، وبدأت الهجوم عليهم حتى تخلصت من جزء كبير منهم. وقفت بجانب شيكي وقالت له
أنا أنهيت هؤلاء لكي يكون لدي وقت قتال معك. عليك أن تعدني بأن تدخل معي في معركة لإثبات أنك تستحق أن تكون الزعيم الجديد. وافق شيكي، فحولت هاموركس السيف إلى سيف كبير، وهاجمت الآليين المتبقين، وسمحت لشيكي بالهرب بعيدا. نزل شيكي تحت السفينة ليجد مكانا يهرب منه، بينما كانت العصابة تقوم بدوريات حماية في السفينة العملاقة. كان القائد يتهمهم بالإهمال لأنه اتفق معهم على تسليم 30 شخصا، لكن الموجودين كانوا 29 فقط. أعضاء العصابة قالوا: الرئيس لن يفرق معه شخص واحد، لديه 29 يمكن أن يحقق منهم الكثير من المال. وجد شيكي وبينو سايبورغ واقفا بجانب غرفة مقفلة، فقال شيكي لنفسه: لا أريد الدخول في قتال مع أي شخص آخر، علي أن أركز على كيفية إنقاذ ريبيكا وبقية المشاهير. كانوا المشاهير زعلانين جدا بسبب فقدان مجوهراتهم في الفقاعات، فقرروا وضع خطة للهروب تحت إشراف ريبيكا. وقفوا على أكتاف بعضهم البعض وشكلوا هرما، فاستطاعت ريبيكا الوصول إلى الفقاعات وإذابتها، مما أدى إلى إذابة جزء كبير من الزجاج والجدران. خرجت ريبيكا بسرعة من الفتحة وقالت لبقية المخطوفين: سأحاول إيجاد طريقة لإخراجكم من هنا. لفت قماشة حول جسمها وبدأت في التحرك عبر فتحات التهوية في السفينة العملاقة. فجأة ظهر الزعيم الضفدع وشعر بوجودها، فرمى لسانه عليها وأمسك برجليها وأسقطها من فتحة التهوية على الأرض. قال الزعيم الضفدع لريبيكا: سأحولك إلى لعبة بدلا من أن تستفيدي. الآن ستخسرين أموالا كثيرة. كان الزعيم الضفدع غنيا ومشهورا بشره في الكوكب. تدخل شيكي بسرعة وضرب الضفدع ضربة قوية، واستخدمت بينو النبض الكهرومغناطيسي لإضعاف حركته، فتمكنوا من إخراج كل المشاهير بسرعة بعد أن أنقذتهم مجموعة شيكي. واجه شيكي سايبورغ وقال لمجموعته: خذوهم واهربوا، سأتعامل مع سايبورغ. أخذت بينو المجموعة وهربت، بينما كانت همور قضت على كل الآليين. فجأة وجه فايس مسدسه نحو همور وسألها: ما هو غرضك الحقيقي؟ لأنه أدرك أن مساعدتها لشيكي كانت تنطوي على نية أخرى. قالت همور: أنت زميل لشيكي. رد فايس: ركبت السفينة وساعدني كثيرا، لكن لا أعتبره زميلا. فجأة ظهر آلي وأطلق النار عليهما، فقتلت همور الآلي. وجه فايس مسدسه نحوها وقال: اكشفي عن هدفك الحقيقي. في هذا الوقت استيقظ سعيد على سفينة الزعيم، وكان معه إيفي التي حكت له كل ما حدث عندما كان معطلا. إيف كانت تتابع شيكي من خلال جهاز تتبع في السفينة، وعندما رأت الموجات المغناطيسية تظهر، علمت أن شيكي دخل في غرفة مع شخص، وأن الكوكب في خطر بسبب حجم القوة الموجودة عليه. شيكي كان يواجه سايبورغ، وأمسك يده الميكانيكية ورماه بعيدا عنه، لكن سايبورغ استخدم تقنية القطعة ليحاول قتل شيكي. تمكن شيكي بسرعة من صد كل قوته وضربه، وألقاه على السقف، ثم قفز إليه وضربه مرة أخرى وأمسك برأسه ورماه على الأرض. لكن سايبورغ لم يتأثر ووقف بسرعة. وصل رؤساء جيش الزعيم، وهم رجل وحش وفتاة روبوت. قرر شيكي مواجهتهم الثلاثة لأنه رأى شرا في وجوههم، لكن الفتاة الروبوت كانت مستعدة وواثقة جدا. في هذا الوقت كانت بينو تخرج المخطوفين من السفينة، وعندما تأكدت ريبيكا من أنهم ناقصون شخصا واحدا، قالت لبينو: أخرجيهم بسرعة، سأعود لأحضر الشخص الضائع. ردت بينو: لا يمكنك تعريض حياتك للخطر من أجل شخص لا تعرفينه. أجابت ريبيكا: علينا أن نصبح أصدقاء حتى لو لم نعرف بعضنا. جرت بسرعة داخل السفينة مرة أخرى. لم تفهم بينو أسباب ريبيكا، لكنها اتبعت أوامرها وأخذت المجموعة وهربت. همور وفايز وضعوا خلافاتهم جانبا وقرروا التعاون عندما رأوا تيارا من الطاقة يخرج من السفينة. تبعوا مصدر الطاقة واكتشفوا أن أحد روبوتات الزعيم مقيد ومعطل. قالت همور لفايس: الزعيم الضفدع وجد طريقة لانتحال شخصية الروبوت الحقيقي وعطله واستخدم بديلا مزيفا. أدرك فايس نوايا همور السليمة. استخدم شيكي قوة الجاذبية وجعل كل الشظايا الموجودة في الهواء كأنها رصاص، وأطلقها على الوحش والروبوت المزيف حتى شل حركتهما. سايبورغ استخدم ذراعه ليمتد لمسافة كبيرة ليهجم على شيكي، لكنه لم يتمكن منه. قال الروبوت: نحن نتمتع بقدرة عالية على التكيف وتحمل الألم، لذلك لا نخسر في المعارك مهما كانت. وجدت ريبيكا طاقية واقعة، فتذكرت أن الفتاة التي كانت ترتديها اختفت. أدركت أن الزعيم الضفدع قد اختطفها. دخلت ريبيكا غرفة الزعيم فقال لها:
يجب أن تطيعيني وتنفذي كل أوامري إذا كنت تريدين للفتاة الصغيرة أن تعيش. فجأة ظهر أحد أتباع الزعيم وقال له: الكرونوفاج يقترب منا، وكل العصابة هربت من الخوف. خاف الزعيم جدا وابتسم، وفي اللحظة التي كان فيها انتباه الزعيم مشتتا توجهت ريبيكا نحوه لضربه. هربت ريبيكا من أمامه وأمسكت بندقيته ووجهتها نحوه، فتذكرت شيكي عندما علمها كيفية إطلاق النار وكيفية التنبؤ بحركات وهجمات العدو. في نفس الوقت كانت ريبيكا وشيكي يهاجمان أعداءهم. أطلقت ريبيكا النار على الرجل الضفدع وشيكي على الأعداء الثلاثة مما أصابهم، لكن الروبوت لم يتأثر، فتركت الروبوت المزيف يعاقب. تم إخلاء الكوكب بالكامل بسبب الخلل الذي حصل، وكل المخلوقات كانت خائفة من الإبادة لأن الكرونوفاج وصل إلى الكوكب. الروبوت الحقيقي قالت: وصلت إلى هذا الكوكب لمهمة معينة، لكن آخر شيء أذكره هو أنني تحولت إلى مخلوقات غريبة وتعطلت وتم تخزينها لفترة طويلة. عندما استعدت وعيي عرفت أن هناك روبوتا آخر يمثل شخصيتي ويبدو أنك أنت، لذلك أخذت كل صلاحياتي. حاولت الروبوت المزيفة تقديم الأعذار وقالت: هذا ليس ذنبي، أنا أتبع الأوامر. لكن الروبوت الحقيقي ضربتها بعنف واستمرت في ضربها لفترة طويلة. قال فايس: أنا مضطر لإيقاف انتقامك، لكننا نحتاج إلى مغادرة الكوكب في أسرع وقت ممكن. استخدمت الروبوت الحقيقية قوتها وأحرقت كل البنات اللاتي تحجرن بأمر من الضفدع. أدركت السير أن شيكي هو حفيد الزعيم، وبدأت تتذكر كل الحكايات عنه. علمت باقي المعلومات لأن إيف أخبرتها بكل ما حدث منذ أن نشطت مرة أخرى. قررت السير أن تنضم إلى المجموعة وتدعم الزعيم الجديد، لكن سايبر كان يشعر بالخيانة لأن الضفدع خدعه بكل رئيس مزيف كان يتحكم فيهم. ساعدهم سايبر طوال الوقت وتحمل تحكماته لأنهم وعدوه بشفاء أخته، لكنه اكتشف أن الروبوت المزيف لم تف بوعدها لأنها ليست الروبوت الحقيقية. تجمعت مجموعة بينو مع مجموعة ريبيكا خارج السفينة، وطلبت ريبيكا من الجميع ركوب السفينة بسرعة للذهاب إلى الكوكب الأزرق، لكن كان عليهم انتظار شيكي ومجموعته. في هذا الوقت أرسلت إيف رسالة للسير لتقود شيكي إلى مكان مجموعة بينو ليركبوا السفينة ويغادروا الكوكب قبل الخطر. قالت إيف: لديكم 8 دقائق فقط قبل وصول الكرونوفاج. كان الجميع يمزحون ويفرحون بخروجهم من تحت يد زعيم العصابة، لكنهم لم يكونوا مدركين لخطورة الموقف وما يحدث في الكوكب. وقفت ريبيكا مع بينو خارج السفينة وانتظروا شيكي، لكن المكان من حولهم بدأ ينهار والأشجار نمت بطريقة غريبة بينما المباني انهارت. أدركت ريبيكا أن هذه هي قوة الأثير على الأشجار، فقاموا بحفر حفرة تحت الأرض. جاء شيكي بسرعة وأخذهم إلى مكان آمن. لاحظت السيرة أن السفينة ستسقط في حفرة تحت الأرض، وإيف لم تستطع التحرك بسبب الأشجار التي أحاطت بالمكان. تدخلت همور وحولت سيفها إلى سيف خارق وأحرقت كل الأشجار المحيطة بالسفينة، لكن شيكي رأى أن فرصة إيف للوصول إليهم منعدمة، فاستخدم قوته وأمسك بالمجموعة معه وطار بهم إلى السفينة. بمجرد وصول شيكي والمجموعة إلى السفينة أمرهم بالإقلاع بأقصى سرعة للهروب من الكوكب. بعد ثوان قليلة وصل الكرونوفاج وأكل الكوكب بأكمله. كان الكرونوفاج عبارة عن كائنات غريبة تتحرك في سرب طائر معا وتأكل أي شيء يعترض طريقها. هذا اليوم أصبح معروفا بيوم التطهير. قالت السير لهم: عدد قليل جدا من الأشخاص عبر القرون تمكنوا من الهروب من الكرونوفاج، لكن لا أحد نجا من كوكب الشر هذا. ريبيكا بكت لأنها استطاعت إنقاذ حياة العديد من الأبرياء الذين كانوا معها. شيكي بكى بصوت عال لأنه كان خائفا من فقدان أي صديق منهم، وعندما رأى ريبيكا حاول تهدئتها. قالت إيف للجميع: شيكي هو حفيد الزعيم الكبير الذي تبناه وقرر أن يربيه ويعلمه ويمنحه قوته. قالت السير: عرفت ذلك منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها بسبب القوة والطاقة التي تخرج منه، فهي تشبه قوة الزعيم القديم. قال شيكي لنفسه: يجب أن أترك مهمتي في البحث عن الأم الكبيرة مؤقتا حتى نجد بقية مجموعة الروبوتات التي كونها جدي لمساعدتي في البحث عن الأم الكبيرة. شارك شيكي فكرته مع المجموعة، لكنه قال: ليس لدي أي خيوط أو دليل عن مكانها. قال فايس: السيف الذي مع همور ينتمي إلى فالكري، بالتأكيد هي تعرف مكانه. ردت همور: كنت تلميذة فالكري، لكنها اختفت منذ وقت طويل وانضممت إليكم لأجدها مرة أخرى.
هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أخفي هويتي ورغبتي في المبارزة مع شيكي. فالكري أخبرتني بكل شيء عن زعيمها، وكان لديها هدف لدخول معركة لاختباره، وبما أنها ليست موجودة فكرت في أخذ مكانها في المعركة. لكن الآن شيكي أصبح صديقا لي، ولا يمكنني الدخول في معارك مع الأصدقاء، لأن القتال كان لاختبار القوة وليس بسبب العداوة. طلبت همور أن تكون معهم في السفينة وتكون جزءا من فريقهم. قال شيكي: أنا موافق، وسأدخل في معركة مع فالكري طالما أن هذا هو طلبها. الجميع نظروا إلى فايس الذي شعر بالحرج ولم يستطع أن يطلب منهم الانضمام إليهم، خاصة بعد أن ساعد ريبيكا وساهم في تنظيف السفينة والكثير من الأشياء الأخرى. بدأ الجميع يشكرونه، فشعر فايس بالحرج أكثر، لكنه في النهاية طلب منهم الانضمام إليه. بعد ذلك ظهر العملاق وقدمه السير وقالت: هذا اسمه موسكو، حارس السفينة ورؤسائها. كان تابعا لي، لكن السير المزيف استخدمته لأغراضها الشريرة. هو الذي أصلح العطل الذي كان في عندما اكتشف فايس مكاني، لكنني وجدت جسده مليئا بالرصاص، فقمت بإصلاحه وأخرجت كل الرصاص منه، ووعدته بأن أقتل أي شخص يحاول قتله مرة أخرى. سمع تحالف حماية الفضاء عن حادثة الكوكب الشرير، فقال أحدهم للقائد: هناك شخص مشهور جدا من عصابة الكائنات الغريبة هرب من الكوكب قبل أن يتدمر، واسمه جول الكيميائي، وهو شخص خطير جدا يهدد بمحو الكون ويحاول العثور على طريقة لتحقيق ذلك. ريبيكا وهمور دخلا حوض الاستحمام وتحدثا عن المعركة وكل ما حدث على الكوكب الشرير. سألت همور ريبيكا قائلة: أشعر أنك نشيطة ولديك شخصية قوية رغم أنك لا تملكين مهارة أو قوة محددة. أجابت ريبيكا: أتمنى أن أمتلك قوة تتيح لي ضرب أي هدف وإنهائه في نفس الثانية. وأرتها كيف تستطيع استخدام الأسلحة، محاولين استخدام المسدسات في أي معركة. قالت همور لريبيكا: حمستني لدخول معركة معك، لكن ريبيكا خافت وقالت: سأكرر ذلك لاحقا. ناقشت السير وإيف مع بعضهما البعض من هم الأشخاص الذين يجب اختيارهم لتطوير قوتهم في المستقبل، خاصة أن بينو يمكن أن تكون مساعدة مفيدة لمجموعة الروبوتات. خرجت ريبيكا إلى شيكي فسألها عن أمور، وعرفوا أن هناك خزانة ملابس مناسبة لكل منهم في السفينة. تلقت ريبيكا اتصالا من كلاريس التي أخبرتها بأنه لا يمكنها العودة إلى الكوكب الأزرق حاليا ويجب أن تبتعد مؤقتا، وأخبرتها بخبر سار بأن جميع المشاهير على يوتيوب تحدثوا عن شجاعتها وأن كل الكوكب يعرف عنها وأصبحت مشهورة جدا. استمعت ريبيكا بسرعة إلى نشرة الأخبار التي تتحدث عنها، ولاحظت أن قناة اليوتيوب الخاصة بها يزيد عدد متابعيها بسرعة كبيرة. قال شيكي لريبيكا: إذا لم نعد إلى كوكب جاردن فلن نستطيع معرفة مكان باقي المجموعة. ردت ريبيكا: سنذهب إلى التل المعدني، لأنه المكان الذي توجد فيه تماثيل حديدية للأبطال الذين حموا الكون من دمار الأشرار في الأوقات المظلمة. وتوجهوا نحو التل المعدني فوجدوا تمثالا عملاقا وفوقه شخص جالس. اقترب شيكي من السور وتعرفت المجموعة عليه أنه الناسك. فرح الجميع وقالت السير لهم: الناسك كان يزور هذا المكان كل فترة، كنت أتوقع أن نجدها هنا. أخذوا الناسك إلى السفينة لكنها لم تتجاوب معهم كأنها معطلة، لكن عينيها مفتوحتين ومدركة لكل ما حولها. قالت السير: أخطاء نظامها واسعة جدا وحالتها حاليا ميؤوس منها، معاناتها مشابهة لمعاناة الإنسان. شعر شيكي والبشر الموجودون في السفينة بالعجز لأنهم لم يعرفوا كيف يساعدونها. قال شيكي: بما أن العطل في قلبها يجب أن نحاول الوصول إلى قلبها. قالت إيف: أتذكر طريقة تسمى وضع الغوص، وهي عبارة عن كوكب رقمي حقيقي. من يدخل في هذه الحالة يكون موجودا في هذا الكوكب، وأكيد الناسك موجودة هناك، لذلك جسدها في سبات تام. وأوضحت أنهم يجب أن يحاولوا الوصول إلى الكوكب، لكن الوصول إليه شبه مستحيل لأنه عبارة عن لعبة يجب أن ندخل كأننا أرقام. الكثير حاولوا دخول الكوكب لكنهم فشلوا بسبب المخاطر الموجودة هناك، والوحيد الذي نجح هو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لأنه تمكن من كتابة بيانات اللعبة مما سمح لها بالاستمرار حتى الآن. قالت إيف: الأشخاص الذين كانوا يحبون هذه اللعبة كثيرا لدينا أيضا فرصة لتسجيل الدخول. قرر شيكي أن ينقذها، لكن إيف حذرتهم وقالت: رغم أن اللعبة افتراضية وليست حقيقية، إلا أن أي ضرر أو خطر يمكن مواجهته سيكون حقيقيا، والإصابات ستكون حقيقية،
لذا يجب تجنب الموت، وإلا لن تتمكنوا من الخروج من اللعبة مرة أخرى. خاطر شيكي وباقي المجموعة ودخلوا اللعبة، وكان لديهم حق في اختيار شخصياتهم الافتراضية. بعد دخول الجميع إلى اللعبة، كانت ريبيكا على شكلها الطبيعي، وهومور اختارت أن تكون أمير الليل الأبيض واختارت حصانا مطاطيا، وفايس اختار شخصية بنت، وبينو اختارت شخصية إنسانة بشرية، وشيكي اختار شخصية رجل عضلات عملاق يستطيع التحول إلى شخصية طبيعية وعملاق في نفس الوقت. قال شيكي لهم: يمكننا الدخول في معركة مع أي شخص، لكننا داخلون لتحقيق هدف معين، ولا نريد تغيير هيكل اللعبة. قدرات الجميع لن تنفعنا، لأن استخدام قوتنا سيجعلنا نخالف قواعد اللعبة، وإذا حدث ذلك سنحضر من اللعبة ولن نتمكن من دخولها مرة أخرى. كان هناك أشخاص داخل اللعبة ممنوعين من اللعب، لكنهم قادرون على الدخول وتقديم نصائح للاعبين الجدد. ظهر رجل عجوز وأخبرهم أن اللعبة انتهت. سألت المجموعة الكثير من الأسئلة، لكنه قال لهم: اسألوا أي شخص يتمشى هنا، لأن الناس هنا يحبون الكلام والنقاشات الكثيرة. أدركت المجموعة أن الشخصيات التي انتهت من اللعبة لا تزال لديها حياة وتوجد طوال الوقت حتى إذا خرجت من اللعبة، لكن الشخصيات تظل موجودة ومطورة بمستوى عال من الوعي والإدراك. وهذا ما جعل شيكي والمجموعة يقلقون، لأن الأشخاص الأشرار في اللعبة سيكونون أكثر خطراً، وحياتهم ستستمر في إيذاء الأبرياء. طلب شيكي من المجموعة أن ينفصلوا ليحصلوا على مزيد من المعلومات حول وجود الناسك. تفرق الجميع وسألوا الأشخاص الذين انتهت صلاحيات لعبهم. جاء الليل وتجمعوا جميعا في بيت، ولم يكن لدى أحد منهم معلومات سوى فايس الذي قال: أخبرني شخص بأنه رأى الناسك في الشمال. في نفس الليلة دخل شخص شرير اللعبة، وهو لاعب يستطيع قتل أي شخص انتهت مدة صلاحية لعبه دون أن يتعرض للتحذير، لأنه قال للمدينة: أنا الشخص الموعود. في يوم جديد استيقظت المجموعة وتوجهت نحو الشمال. في طريقهم واجهوا وحشا عملاقا، فخاف الجميع ما عدا شيكي الذي أراد مهاجمته. قال الوحش لشيكي: أنت لست بحاجة لمهاجمتي، لأنني لست شريرا، أنا مجرد زعيم، وقتلي لن يمنحكم أي مستويات أعلى في اللعبة. ويقول لهم: إذا كنتم تريدون زيادة مستواكم فادخلوا الكهف، لأن هناك حدثا سيقام الليلة، ومن يهزم الوحش سيزداد مستواه أضعافا مضاعفة. لكن بينه يسأله: لماذا لا تشارك في الحدث؟ الوحش يكون مرعوبا ويخبرهم بأن هناك قاتلا يقتل اللاعبين والشخصيات الضعيفة في الشمال، وهو قاتل مجنون. لكن الغريب أن اللعبة لا تحذر عن كل شخص يقتله، وهناك إشاعات تقول إنه اخترق نظام اللعبة لتجنب العقاب. فيسأله شيكي: هل تعرف لاعبا اسمه الناسك؟ يعرف الوحش الناسك جيدا، ويقول لهم: عادة ما يكون الناسك في تل الشمال. تقرر المجموعة التوجه إلى تل الشمال حيث يوجد القاتل. يحذرهم الوحش، لكن شيكي يقول: علينا الذهاب. وعندما يصلون إلى تل الشمال يجدون المكان عبارة عن خراب، حتى الشخصيات التي انتهت صلاحيات لعبها تعرضت للضرب أو الموت. يظهر القاتل ويقول للمجموعة: لقد عطلتم استمتاعي بقتل الناس واللاعبين الضعفاء. لقد سئمت من الدخول في معارك القمة مع اللاعبين الذين تحددهم اللعبة لنقبض عليهم. ثم يمسك رجلا كبيرا ويعلقه على جبل في جرس المدينة. يحاولون إنقاذه لكنهم يفشلون ويموت الرجل، والقاتل يستمتع بذلك ويقول لهم: أتلذذ عندما أرى هؤلاء الناس يموتون. يغضب شيكي جدا ويقول القاتل: أنا تلميذ لزعيم سيء السمعة الذي حول الكوكب القديم إلى مكان للإجرام. كان واحدا من جنرالات الوحوش الست في الكون كله، الزعيم جو. اللاعبون الذين قتلتهم هنا ماتوا في الحياة الحقيقية، وهذا هو سبب موتي. لكنني وجدت ثغرة للعودة إلى اللعبة. يتعصب شيكي جدا لأن القاتل يستخف بحياة الأبرياء، فيجري عليه ليقتله، لكن القاتل يحاول قطع رأسه بمنجله. شيكي يبتعد بسرعة، والوحش لا يمس سوى شعره. يأمر القاتل الوحش بالهجوم على باقي المجموعة، لكن شيكي يسقط مبنى على الوحش فيتعرض لإصابات خطيرة. يقف القاتل مجددا متحمسا لمواجهة شخص قوي بعد فترة طويلة من قتل الضعفاء. يقول للشيكي: سأرحل الآن، لكني أعدك بالعودة مرة أخرى. ويختفي في نفس اللحظة. يشكر سكان المدينة شيكي ومجموعته على إنقاذهم. يسأل شيكي سكان المدينة عن التل فيرشدونه إلى موقعه، وتتوجه المجموعة إلى التل وتجد الناسك هناك. تفرح المجموعة كثيرا بوجودها، لكن الناسك ترفض العودة معهم إلى السفينة وتقول لهم:
أنا أحب أن أكون هنا. يحاول شيكي إقناعها بالذهاب معهم لكنها تصرخ: أنا أكره البشر. بعد لحظات من الصمت تعود المجموعة إلى السكن وتكون مستغربة من سبب كره الناسك للبشر. يتذكر شيكي أصدقائه الآليين في الجزيرة عندما قالوا له نفس الكلام، لكنه يقول لمجموعته: أنا مصمم على إعادة الناسك لطبيعتها. في وقت متأخر من الليل تخرج المجموعة وتقابل منظرا مرعبا: سربا من الآلات الطائرة ووحوش غريبة الشكل تتجه نحو المدينة. هؤلاء هم جنود الوحوش تحت أمر القاتل، جاءوا لقتل البشر في المدينة. يتوجه وحش كبير وعدد من الوحوش التابعة له نحو تل الشمال حيث توجد الناسك. يقول شيكي للمجموعة: تعاملوا مع الوحوش وأنقذوا الأبرياء، سأذهب لإنقاذ الناسك. ريبيكا تسحب مسدسين كبيرين وتجري نحو الوحوش. في الوقت ذاته تتصل هيمور بشخص غريب وتقول له: أريد معرفة موقع القاتل لأنني كنت مع شيكي ومجموعته وأريد التعاون مع القاتل. تعلم الناسك أن مجموعة الوحوش تتجه نحوها لقتلها، لكنها تستسلم وتنتظر الموت. تذهب هيمور إلى القاتل وتقول له: أريد التعاون معك. يرحب بها القاتل بسعادة، ينقذ شيكي الناسك في الوقت المناسب ويأخذها لمكان بعيد عن الوحوش. تقول الناسك: أنا أكره البشر لأنهم أشرار. يرد شيكي: هناك أناس طيبون وأناس أشرار، ليس الجميع واحدا، في كل مكان يوجد النوعان. ريبيكا تطلق النار على الوحوش بلا توقف، لكن فايس وبين لا فائدة لهما بدون قوتهما الحقيقية. يرى فايس وحشا يهاجم فتاة صغيرة، لكن بسرعة يأتي الزعيم الطيب ويضرب الوحش ويحمي الفتاة. تقول المجموعة: قائد الوحوش هو رئيس الحدث الذي قلت لكم عنه. يغضب قائد الوحوش من تصرف الزعيم ويريد قتله، لكن شيكي يتدخل بسرعة ويضربه. تشكر الفتاة الصغيرة الزعيم على إنقاذها، لكن فجأة يظهر القاتل ومجموعة أكبر من الوحوش يحوطونهم. يطلق القاتل عددا كبيرا من السهام على الزعيم فيسقط فورا. يوجه الزعيم سهمه نحو الفتاة الصغيرة ليقتلها، لكن شيكي يتدخل بسرعة ويصد السهم. ينظر شيكي إلى الزعيم ويكتشف أن هيمور هي التي تمسك القوس، ويقول لها: كنت غبيا لأنني عرضت حياتي للخطر من أجلك. الكل مصدوم من خيانة هيمور، لكنها تقول لهم: لم أعد أعتبركم زملاء. يأمر القاتل الجميع بتوجيه سهامهم نحو شيكي، لكن شخصا غريبا يظهر ويقطع كل السهام بسيفه بسرعة كبيرة. يصدم الجميع بوجود شخصين من هيمور، إذ كانت هناك شخصية مزيفة. تقول هيمور الحقيقية: عندما وصلت اللعبة قبض علي وسجنت، لكن لحسن حظي استطعت الهرب. يغضب القاتل جدا من أن التي طلبت مساعدته كانت شخصية مزيفة، ويقرر قتلهم جميعا بضربة واحدة ليدمر المدينة بالكامل. تهرب هيمور المزيفة بسرعة. شيكي كان موجودا ليضرب القاتل، لكنه واجه صعوبة كبيرة في ذلك. هيمور المزيفة تتبع المجموعة وتكشف لهم أنها تستطيع التنكر في هيئة أي شخص، وتقول لهم: أنا جاسوسة حكومية اتخذت شكل هيمور لأقترب من القاتل وقائد الجيش الخاص به. ولكن بعد أن تم كشفها أخبرتهم بأنه يجب أن تقتل الشخصية الحقيقية التي أخذت شكلها، وأطلقت النار على المجموعة كلها. هيمور الحقيقية تحاول تجنب الرصاص، فتمسك بقطعة معدنية وتحاول صد الرصاص عن هيمور المزيفة، لكنها لم تقتلها. وتتمكن المزيفة من الخروج من اللعبة في الوقت المناسب قبل أن تموت. في هذا الوقت لا يتمكن شيكي من ضرب القاتل بأي طريقة. يحاول فايز استعادة قوته الطبيعية، وبعد نجاحه يقرر اختراق اللعبة ليمنح شيكي قوة إضافية تمكنه من هزيمة القاتل. يضحك فايز قائلا: إنه حتى لو تم حذفه لن يمانع طالما يخرج الجميع من اللعبة بدون أن يموت أحد. الناسك تقرر مساعدته وتقول: أنا كنت زعيمك راسنا وسأتحمل كل العواقب وحدي، لأنك لن تستطيع اختراق اللعبة وحدك، لأن القاتل اخترق اللعبة ويتحكم فيها كما يريد، ولن يتم حظره مهما فعل. تخترق الناسك اللعبة وتمنح شيكي صلاحيات شخصية قوية ليصبح كائنا عملاقا يضرب القاتل ضربة قوية جدا، مما يمنح شيكي قوة غير محدودة. لكن القاتل يكتشف لعبتهم ويخترق اللعبة ويحاول جعل شيكي ضعيفا، لكن الناسك تحول شيكي بسرعة إلى فارس يرتدي بدلة حديدية. القاتل يزيل شخصية الفارس من شيكي ويحولها إلى شخصية فتاة، ويضحك القاتل عليهم قائلا: لا تحاولوا تجاوز حدودي في البرمجة. ويضغط على زر ليمسح المدينة من اللعبة كلها، بما في ذلك مجموعة شيكي. الناسك تشعر بالهزيمة واليأس، لكنهم يدركون أن الشخصيات التي تلعب بدون لاعب أساسي هي مجرد بيانات ولا يهم إذا اختفت.
يقول شيكي لهم: لن أسمح لأي شخص بالموت، ولا حتى الشخصيات التي لا تملك قلوبا، لأنهم كانوا بشرا في يوم من الأيام. كلام شيكي لمجموعته يجعل الناس يعيدون النظر في كرههم للبشر. يضرب شيكي القاتل ويقول له: تراجع عن كل كلمة قلتها. ولأول مرة تصيب ضربة القاتل ويشعر بألم شديد بسببها. الناسك تكتشف أن قوة شيكي في الحياة الواقعية تفوق حدودها في اللعبة ب20 مرة. يضرب شيكي القاتل ضربات متكررة، فيتألم القاتل ألما شديدا ويهرب ثم يختفي، وتعود المدينة لطبيعتها ويزول الظلام عنها ويعود السلام لكل سكان المدينة. تقرر مجموعة شيكي العودة لأجسادهم في السفينة. يختلف فايز وشيكي يبقى مع الناسك لإقناعها بالعودة معهم، فتوافق الناسك ويعودون جميعا إلى السفينة. الناسك تعود لجسدها من جديد، لكنها لا تستطيع المشي كما كانت من قبل بسبب الفترة الطويلة التي قضتها في اللعبة. عندما تستطيع الوقوف تقول لهم: سأبقى على السفينة لفترة محددة وبعدها سأعود إلى اللعبة. يحزن الجميع لأن الناسك لم تغير رأيها تماما، لكن شيكي يشعر بالانتصار لأنه استطاع إقناعها. فجأة تطلق السفينة إنذارات الخطر، وتعلن أن هناك اختراقا من شخص يدعى سبايدر، ويظهر لهم على الشاشة وهو يضحك. تدرك ريبيكا أن هذا هو القاتل وتقول: إنه قبطان سيء السمعة مشهور جدا في الفضاء. يتحكم سبايدر في السفينة واتجاهاتها، مما يجعلها تدور رأسا على عقب حتى يشعر كل أفراد المجموعة بالدوار. يضحك سبايدر ويقول لشيكي: لم تستطع إيذائي في اللعبة وهربت في الوقت المناسب، لكن الآن حان وقت انتقامي. يهاجم سبايدر السفينة بكل الآلات والأنظمة ليحتل كوكبا ويسميه باسمه. تتعرض السفينة للعديد من المخاطر، ولا تستطيع إيف التحكم فيها مرة أخرى أو إصلاحها، لأنها لم تعد المسؤولة عنها. تطلق السفينة إشعارا للناسك بخطوات لحماية السفينة من أخطار البرمجة والاختراق، لكنها ترفض المساعدة وتجلس محبطة وتترك الجميع خائفين. يحاول شيكي إقناع الناسك بمساعدتهم، لكنها فاقدة الأمل في البشر منذ سنوات طويلة، وتتذكر وجودها على كوكب نيوتن، حيث كان هناك بشري يجري أبحاثا عليها ويجري تجارب عليها. في ذلك الوقت كانت تثق فيه جدا، وكان يحتاج إلى استخراج كمية كبيرة من الأثير لمساعدة كوكب هوك، وهو كوكب كامل من الروبوتات بدون أي مخلوق آخر، لكن الروبوتات على الكوكب كانت تموت ببطء. لم تكن الناسك تفهم غرض العالم من إنقاذ الروبوتات، فقال لها العالم: البشر والروبوتات أصدقاء. فقررت الناسك مساعدته وأجرت أبحاثا كثيرة. خلال وجودها مع العالم أحبها جميع المساعدين، لكنها في النهاية تكتشف أن كل الروبوتات ستنفخ. قررت البقاء مع العالم، وبعد نجاح خطتهم وجمع جميع الروبوتات في كوكب هوك، أصبح الكوكب ثقيلا جدا في الفضاء، وخافوا من زيادة عدد الروبوتات حتى لا يسقط الكوكب أو ينفجر ويشكل خطرا كبيرا. بعد وقت طويل انفجر الكوكب أمام عيني الناسك، ورأت عذاب جميع جنسها. في نفس الوقت احتفل العالم وجميع مساعديه في المختبر، وكانوا سعداء جدا. وبعدها قرروا قتل الناسك لأنهم أخذوا منها كل ما يحتاجونه. اكتشفت الناسك أن خطتهم هي محو جميع الروبوتات من الفضاء ومن كل الكواكب، لأنهم اقتنعوا بأن الروبوتات مضرة للبشر. لم تبد الناسك أي رد فعل غريب على قرار موتها، لكنها كانت مصدومة، فقرر العالم إبقاءها على قيد الحياة لإجراء تجارب عليها. استمرت تجارب العالم الفاشلة في التسبب لها بالألم في كل مرة، وبعد أن فشلوا فيها تخلوا عنها. اكتشفت الحكومة جرائم العالم واعتقلته، وتركوا الناسك تعيش حياتها بعيدا عن المختبر. الناسك تحكي لشيكي وريبيكا القصة، لكن شيكي يحاول تهدئتها، وفجأة يسقط شيء ثقيل على رأسه بسبب الخلل الذي حدث في السفينة. تقول ريبيكا للناسك: شيكي أيضا عاش في كوكب مليء بالروبوتات، وبعدما أصبحوا جميعا أصدقائه، وبرغم أن الروبوتات جنت في آخر يوم لنا في الجزيرة وطردته بعيدا عنهم، إلا أن شيكي ما زال يعتبرهم أصدقاءه حتى الآن. فشيكي يؤكد كلام ريبيكا ويقول: أصدقاء الروبوتات، حتى لو كرهوني سأظل أراهم أصدقاء وأحبهم دائما. الناسك تبكي بشدة، وشيكي يفرح لأنها تأثرت أخيرا بالكلام. تقرر الناسك مساعدتهم، فتنهض وتشغل السفينة وتبحث في جهاز الكمبيوتر الخاص بسبايدر وتحدد موقعه. تهدد الناسك سبايدر بإطلاق صاروخ على مكانه، ويشعلون الألعاب النارية ليخاف سبايدر. وبعد صعوبة يخاف سبايدر ويعيد لهم السفينة ويبتعد عنهم. توافق الناسك على الانضمام إلى المجموعة،
ويتم لم شمل المجموعة مرة أخرى. يذهب سبايدر إلى زعيمه واسمه جو، وهو زعيم يحب المال جدا. يكون سبايدر مديونا له بمبلغ كبير، فيعرض عليه أن يواجه مجموعة شيكي ويخبره أن السفينة مليئة بالمال. جو يحب أن يأخذ كل شيء لنفسه، فيطلب من سبايدر أن يسرق السفينة في أقرب وقت ويستفيد من الآليين الموجودين عليها. تجتمع مجموعة شيكي ويتناقشون لمعرفة مكان فالكري. تقول لهم الناسك: أنا أعرف امرأة كان الزعيم القديم يحتاج منها مساعدات كثيرة كلما كان يحتاج لمعرفة مكان أي شخص. لم أكن معجبة بها ولا أثق فيها، لكن حاليا لا يوجد لدينا أي حل آخر غير أن نلجأ إليها. تختار المجموعة ملابسا جديدة للذهاب إلى الكوكب الذي أشارت إليه الناسك. تصل السفينة إلى كوكب أوراكل، وتقول لهم الناسك: المكان سيكون مختلفا تماما عن كل تخيلاتكم. ينزلون من السفينة أمام بيت مكتوب على بابه لوحة تطلب من الزوار خلع أحذيتهم. يبدأ الجميع بخلع أحذيتهم، لكن بينو تشعر بقوة غريبة قريبة منهم. يفتح الباب ويدخلون ليجدوا أنفسهم في مساحة كبيرة جدا مليئة بالمياه كأنها بحر عميق. هناك فتاة تحت الماء تدعى شيل، تعرف أسماءهم جميعا وتعرف سبب قدومهم. تقول لهم: سأعطيكم كل المعلومات، لكن أولا عليكم تنفيذ مهمة. ثم تقع في بعد مختلف داخل ساحة معارك كبيرة مليئة بالجمهور. تظهر شيل وتقول لهم: هذه الساحة الرومانية التي صممتها بنفسي حتى شعرت بالملل منها. أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكنني لن أوقف قوتي وسأنتظر المفاجأة في النهاية. إذا تمكنتم جميعا من الفوز ضد مجموعتي سأخبركم بمكان فالكري. يظهر بسرعة كائن له جلد مدرع لونه أبيض ويكون قويا جدا. يستخدم شيكي قوته ويضربه، فتصدم شيل من قوة شيكي ويتم إعلان فوز أول فرد من المجموعة وهو شيكي. لكن شيل تصعب المهمة عليهم وتقول: في كل معركة ستكون هناك 3 جولات. تخرج ريبيكا وتستخدم سرعتها كأسلحة. يكون خصمها أحد مشاهير اليوتيوب المشهورين. تتعرف ريبيكا عليه وهو ملاكم أسطوري ويخفي خلف قفازات الملاكمة مسدسات. يطلق النار السريعة على ريبيكا، والكل يتفاجأ لأنهم اعتقدوا أن المنافسة ستكون ملاكمة بالأيدي. تضرب ريبيكا النار عليه، لكنه يتفاعل ويستخدم درعا يحميه من الطلقات النارية. يرمي الشاب عليها مادة لزجة خضراء تذيب أغلب ملابس ريبيكا. تغضب ريبيكا من الشاب المشهور وتجري نحوه وتضربه ضربة قوية برجله وتفوز في المباراة. في المواجهة التالية يواجه فايس رجلا بوجه كلب. عند بداية المباراة يجري الكلب بسرعة كبيرة في الساحة ويقول لهم: لا يوجد كائن آخر يمكنه مجاراة سرعتي. يستخدم فايس قوة بينو ويجعلها تستخدم النبض الكهرومغناطيسي، فيتعطل الكلب ويقف في مكانه بسرعة. يطير من على جدران الساحة ويجري فايس نحوه ويضربه ويفوز في المباراة. تأتي بعدها مواجهة همور، وتكون نسخة طبق الأصل منها، لكنها تملك نفس الذكريات ومهارات فن المبارزة التي لدى فالكري الحقيقية. كما تعرف كل نقاط ضعف همور، لأن فالكري هي معلمتها. تواجه همور النسخة المزيفة من معلمتها بلا ذرة خوف، لكن فالكري تعرف أن نقطة ضعف همور هي رجليها، فتوجه كل ضرباتها نحو رجلين همور كلما حاولت الهجوم. تقول فالكري لها: استسلمي، ليس لديك أي فرصة للفوز. لكن شيكي يقول لها: أنا واثق في قدراتك، لا تستسلمي. تدرك همور أن النسخة من فالكري تشبهها في كل الحركات والمشية وطريقة الكلام والمظهر وكل السلوكيات. تتذكر همور طفولتها عندما أنقذتها فالكري حين احترقت ودمرت قريتهم. تدرك همور أنه لا يوجد أي نسخة يمكن أن تشبه قلب فالكري، فتقرر مواجهة فالكري المزيفة بكل قوتها وتدخل في اشتباك بالأيدي معها. تستغل همور نقطة ضعفها مرة أخرى وتضربها ضربة عكسية غير متوقعة وتهزمها في نفس اللحظة. تتحول فالكري المزيفة إلى روبوت معدني، ويدرك الجميع أن هذا الروبوت هو نسخة خارجية منفصلة عن فالكري الحقيقية. لكن مهمته انتهت الآن. تمنحهم شيل المعلومات التي يحتاجونها وتقول لهم: فالكري موجودة على كوكب الأحجار الكريمة، وهو كوكب قريب من هنا. يودع شيكي شيل، لكنها تقول: الأم الكبيرة موجودة بالفعل في مكان ما في الكون، وموهبتي الكبيرة في اكتشاف أي شيء منحتها لي الأم الكبيرة، لكنها منعتني أيضا من كشف مكانها الحقيقي. يملأ شيكي الأمل مرة أخرى. تقول شيل له: الكثيرون يبحثون عن الأم الكبيرة، ليس أنت فقط، لأن قوتها هائلة. تجمع شيل المعلومات أكثر، ثم تترك المجموعة
ويتوجهون إلى كوكب الأحجار الكريمة وهم مطمئنون لأنهم أخيرا عرفوا مكانا آخر عضو في مجموعة الروبوتات. لكن الرحلة إلى الكوكب ستستغرق 3 أيام بالسفينة، فقرروا أن يسلكوا طريقا مختصرا. لكن بسبب الصخور في الطريق كانت هومور متحمسة لأنها ستلتقي بمعلمتها فالكوري مجددا. فجأة رأت المجموعة أسماكا فضائية تسبح، وكانت جميلة جدا وألوانها مبهجة. لاحظ شيكي رجلا يمسك بدفة بين الأسماك، وعندما رأى السفينة تحدث بصوت متعب. أدرك شيكي أنه بحاجة إلى المساعدة، فسارع إليه وأحضره إلى السفينة. قال الرجل لهم: اسمي الكابتن كونور، خسرت سفينتي وغرقت وسط عدد كبير من الأسماك. قدموا له الطعام وشكرهم، وعرض عليهم أن يكون قائد سفينتهم، ثم أغمي عليه ونام فترة طويلة. عندما أخذوه إلى مكان بعيد ليرتاح، قالت السير لشيكي: ليس من الأمان أن ندخل شخصا غريبا إلى السفينة لأننا لا نعرف نيته. كان الجميع خائفين من تصرفاته الغريبة، لكن شيكي قال لهم: لا أعتقد أنه سيؤذينا. رن جرس في السفينة من غرفة التحكم، وجاءهم خبر من إيف تقول لهم: كونور تعدى حدوده في غرفة القيادة. أسرعوا ووجدوه جالسا على كرسي القيادة، وقال لهم: قريبا سنصل إلى كوكب الأحجار الكريمة في بضع ساعات، لقد اخترت طريقا مختصرا. كانت الجميع مصدومة من مهاراته في القيادة السريعة والمختصرة في الفضاء. قال لهم كونور: السفينة تحتوي على إمكانيات كثيرة لم يكتشفها أحد بعد، وتحتاج إلى قائد يدرك كل ميزاتها. أضاف: سأدخل لأرتاح قليلا، أشعر أن الحظ قادني إلى المكان الذي سأشعر فيه بالراحة والتقدير أخيرا. دخلت المجموعة كوكب الأحجار الكريمة، لكن فايس والناسك بقيا في السفينة للحماية. دخلت المجموعة مكان النخبة، وارتدت ريبيكا فستانا جميلا، وحاولت جمع محتوى خاص بفيديو جديد لتنشره على قناتها بعد أن أصبحت مشهورة. قال شيكي لهم: يجب أن ننفصل لنتمكن من جمع معلومات أكثر عن فالكري. لكن هومور نادت بصوت عال على فالكري، فسارعت ريبيكا لإيقافها. في نفس الوقت كان هناك طائر آلي يراقبهم. دخلت عصابة من لصوص النخبة وقالوا للجميع: ارفعوا أيديكم، وأطلقوا النار لإخافة الجميع. جلس الحضور على الأرض، لكن شيكي بقي واقفا في مكانه. قال لهم شيكي بسرعة: أنتم بالتأكيد أشرار. ثم ضربهم جميعا. وفي نفس اللحظة التي انتهى فيها من ضرب اللصوص، ظهر نور قوي في الغرفة، وسمعوا صوتا يقول: يجب أن يبقى الكوكب مليئا بالسلام وخاليا من الجريمة. توقف اللصوص وشعروا بالرعب، وطلبوا الرحمة من السيدة كي، لكن بعد لحظات اختفوا ومعهم النور، وتركوا بقعة حمراء. أدرك الجميع أن السيدة كي هي التي اختطفت اللصوص لمنع حدوث أي جريمة. نظرت بينو في الحفرة التي تسبب فيها شعاع النور، وقالت لشيكي: لا يوجد أي نبض، اللصوص ماتوا. شعر شيكي بالمسؤولية عن الإعدام العلني الذي شاهده، لكن المواطنين كانوا سعداء جدا. اقترب أحدهم من شيكي وقال له: لا تقلق، الكوكب في أمان طالما السيدة كي تمحو كل المجرمين. اجتمع الجميع بعد قليل في مبنى النخبة، ونزل طائران آليان تابعان للسيدة كي مكلفان بمعاقبة أي شخص استخدم العنف ضد اللصوص. حاول شيكي الخروج من الموقف وقال للطائر: كنا نحمي المواطنين من الخطر، لكن الجنود لم يهتموا بأسبابه، لأن استخدام العنف ممنوع بأي شكل من الأشكال بأمر من السيدة كي، ويجب معاقبة من يستخدمه. ضرب الطائر هومور وشيكي بنور أحمر، وبرغم محاولتهم الهروب، لكن الدائرة التي أحاطت بهم جعلتهم يدورون حول أنفسهم. اختفى النور في نفس اللحظة، واختفى شيكي وهومور أيضا، لكن باقي المجموعة كانت خائفة من أن يتم إعدام شيكي وهومور مثل اللصوص. نقل شيكي وهومور إلى معسكر مليء بالظلام، ووجدوا أطواقا حول رقابهم وحشرات غريبة حول المكان. شعر شيكي بالرعب لأنه يخاف من الحشرات، وترك هومور تقاتل الحشرات وحدها بينما حاول الابتعاد عنها. كانت الحشرات كثيرة جدا، ولم تستطع هومور قتلها كلها. وفجأة ظهر 3 رجال مسنين، وأطلقوا النار على الحشرات وأبعدوها مؤقتا. أحد الرجال أوضح لشيكي وهومور أن الحشرات مصنوعة من الحجارة، وكل الأطواق حول رقابهم تشير إلى كمية المعادن التي يجب عليهم جمعها وإرسالها للسيدة كي. أخذ الرجال شيكي وهومور إلى مخيم الأشرار الذين حبستهم السيدة كي. لاحظ شيكي شخصا يتنمر على آخر لا يستطيع القيام، لكن الرجال حذروه من مواجهة المتنمر، فهو شخص مرخص له بالتعامل بعنف مع أي واحد منهم.
أمر الحارس شيكي وهمور بأوامر صعبة، وعندما لم ينفذوا طلباته ضربهم بالصوت بطريقة مؤلمة وأعاق حركتهم. حاول شيكي حماية همور من الصوت، لكن الحارس أخذها بعيدا عنه ولم يستطع شيكي التحرك. بينما كانت السيدة كي تختار رؤساء جدد لمعاقبة المجرمين، تلقت خبرا عن سفينة شيكي وقررت إلغاء الصفقة مع جو للاستفادة من السفينة والآليين. كانت ريبيكا قلقة جدا على مصير شيكي. جاءها خبر بأن شيكي تم القبض عليه، وادعت أنها تعرف المكان الذي أخذوه إليه. في مقابل المساعدة، طلبت من ريبيكا أن تصور فيديو وتنشره بسبب شهرتها الكبيرة في الفترة الأخيرة. قالت لها: التعاون بيننا سيكون مفيدا للطرفين، لكن عليك ارتداء الزي الذي سأعطيه لك لأني مدينة لشيكي لأنه أنقذ حياتي. وافقت ريبيكا على ارتداء الزي مقابل إعادة شيكي. ارتدت ريبيكا الزي وقالت ليليا لها: قفي على خشبة المسرح وأدي دور المهرجة، وسأصورك فيديو وأكمل باقي العرض معك. خرجت ريبيكا على المسرح وحولها جمهور كبير وصورتها ليليا، لكن فجأة نزلت عليها مادة لزجة جعلت ملابسها تتحلل. كانت هذه جزءا من خطة ليليا لإذلال ريبيكا أمام معجبيها. ضحك الجمهور كله على ريبيكا بما فيهم ليليا، لكن بينو كانت حزينة وغاضبة من ليليا. لكن ريبيكا قالت لها بسرعة: أنا مستعدة لأي إذلال، لكن يجب أن توفي بوعدك. لكن ليليا تهرب بعيدا وهي مبتهجة. في ذلك الوقت كانت همور مقيدة من قبل الرؤساء ليعذبوها. يندفع شيكي بسرعة ويجد الحارس يمسك بصوت كهربائي ليعذب همور. يضحك الحارس على شيكي ويقول له: سأبدأ بك أنت، ويضرب شيكي بالصوت. لكن شيكي يجن على الحارس ويضربه ضربة قوية. رجل يعجب بريبيكا ويشعر بالشفقة عليها فينقذها من المعسكر، لكنه كان متحالفا مع السيدة كي، إلا أنه قرر مساعدة ريبيكا لأنه معجب بها. يصلان إلى نفق ينتهي بباب حديدي. يقول لها الرجل: خلف هذا الباب ستجدين معسكر المجرمين. عند دخولهم تراقبهم كاميرات المراقبة التي هي عبارة عن طائر. الطائر يقول لهم: سأرشدكم. ويصلون إلى منطقة فيها رجل عجوز يجلس مقلوبا. تقول له ريبيكا: أنت تجلس بطريقة خاطئة، وتريه طريقة الجلوس الصحيحة. الرجل يتعدل بسرعة ويسرق سلسلة ريبيكا دون أن تدرك. يقدم نفسه ويقول: اسمي بول، يمكنني سرقة أي شيء طالما كان على بعد 100 متر. أنا تلميذ لسيدة تدعى فالكري، وقد أرسلتني هنا لأوصلكم بهذه العلبة. يقدم لريبيكا علبة تحتوي على تسجيل لكل الأحداث التي مرت بها فالكري. بعد أن يهزم شيكي الحارس ويرتقي بسقف المعسكر، يهرب ويحرر همور. يستطيع الحارس فك نفسه ويطارد شيكي، ويرمي عليهم النور الأحمر مرة أخرى لينقلهم إلى كهف منجم، حيث يواجهون وحشا عملاقا بجسم تنين. شيكي يهاجم الوحش بسرعة ويضرب رجله اليسرى، وهمور تقطع رجله اليمنى بالسيف، لكن سيف همور ينكسر بسبب جلد الوحش القوي. الوحش يغضب ويهاجمهم بشعاع قوي يستدعي كل الحشرات الصخرية. يصاب شيكي بنوبة خوف ويقع على الأرض، وهمور لا تعرف كيف تتصرف بدون سيفها. تأتي ريبيكا بسرعة وتطلق النار على الحشرات لتبعدها عنهم. ترى الوحش العملاق وتشعر بالخوف، لكنها تقرر مهاجمته. تقول لهم: إذا استطعنا التخلص من الوحش سنتمكن من إزالة الأطواق من حول رقابكم، لكننا نحتاج إلى معرفة نقطة ضعفه. تقوم بينو بمسح شامل للوحش، وتكتشف أن جسمه مصنوع من ماس قوي غير قابل للاختراق باستثناء نقطة ضعفه في ظهره. تأخذ همور سيف ريبيكا وتصعد على ظهر الوحش العملاق، وعندما تفشل في قطع نقطة ضعفه يساعدها شيكي. تضرب ريبيكا الوحش بطلقات نارية لتهيج الوحش، ويستخدم شيكي قوة الجاذبية لإسقاط الوحش على جانبه لتتمكن همور من الوصول إلى نقطة ضعفه. تضرب همور الوحش وتقتله، لكن الأطواق لا تزال موجودة. يقول بول لهم: المنجم الذي أنتم فيه كان الهدف منه أن لا تخرجوا منه أبدا، لأن الكهف لا يسمح لأي شخص بالخروج إلا إذا مات. يزيل بول الأطواق من رقابهم ويسلمهم معلومات عن فالكري الحقيقية. تأخذ همور الفلاشة وتشاهد حياة فالكري. قبل 10 سنوات كانت همور صغيرة جدا، استلمتها فالكري وهي طفلة، وربتها وعلمتها فن المبارزة واعتنت بها طوال الوقت. لكن سكان المدينة كانوا دائما يتنمرون على فالكري ويقولون لها إنها متوحشة، وكيف تربي طفلة بسبب مظهرها الوحشي أثناء الحرب. همور كانت تدافع عن فالكري أمام الجميع وتقول لهم إنها شخص جيد وتهتم بها وتفعل الخير. بعد 5 سنوات كبرت همور، لكن الناس لم يتوقفوا عن التنمر عليها وعلى فالكري.
واجهت هومور 3 شباب قالوا لها إنه لا يمكنها الاستمرار في حياتها مع فالكري لأن الروبوت لا يمكن أن يكون أماً، وقالوا إنها بلا قلب وأنها ليست أفضل من الخردة. لم تستطع هومور تحمل كلامهم وضربت أحدهم، وكان ذلك الشخص ابن رئيس المدينة. بعد ساعات قليلة استدعى الرئيس فالكري وهومور، لكن فالكري اضطرت لإجبار هومور على الاعتذار. استمر ابن الرئيس في التنمر عليهم. كانت هومور مترددة في الاعتذار لأنها شعرت أنها تصرفت بشكل صحيح ولم تخطئ. الرئيس عاقب ابنه وطلب من فالكري أن تتوقف عن دور الأم لطفلة بشرية، وقال لها إن العلاقات الدموية فقط هي التي تستمر لأنها مبنية على محبة بشرية، وأن ما تفعله هو خداع لنفسها. من ذلك الوقت قررت فالكري البحث عن أم هومور الحقيقية، وبعد بحث طويل وجدت مكانها. كانت تعيش في كوكب الأحجار الكريمة، وكانت تعرف أن والدتها موجودة في معسكر المجرمين والخارجين عن القانون. اسم والدتها كان السيدة كي. سلمت فالكري هومور لأهل المدينة، ومن حزنها سلكت طريقا خاطئا وزادت ديونها. بعد 2 سنين قررت العودة إلى هومور. في ذلك الوقت كانت فالكري موجودة في الكوكب وتواجه مجموعة من الوحوش. كانت هومور حزينة بسبب كل الذكريات التي عادت إليها. كانت فالكري غاضبة من الوحوش التي تدمر المكان، ومعها شخص آخر يساعدها. دخلت في معركة كبيرة مع الوحوش، وبضربة واحدة قتلت عددا كبيرا منها. في نفس الوقت كانت السيدة كي هي المسؤولة عن انتشار الوحوش في المدينة، وكانت مبتهجة لأن كل وحش يموت يعود إليها بحجر كريم كانت تبيعه للكواكب الأخرى بمبالغ كبيرة. برغم أن فالكري كانت متعبة من المعركة الطويلة، إلا أنها كانت محاطة بعدد لا يحصى من الوحوش. استمرت المعركة حتى صباح اليوم التالي، واستطاعت فالكري القضاء على كل الوحوش بنفسها، لكنها كانت تشعر بتعب وإرهاق شديد. وقفت واحدة من سكان المدينة مع فالكري، وكانت مدركة أن فالكري ضحت بنفسها لإنقاذ المدينة وسكانها الأبرياء، ولولاها لكانت المدينة دمرت، وكانت المدينة تعتبرها بطلة. في هذا الوقت تعرفت المجموعة على مكان فالكري، وعندما وصلوا وجدوها متعطلة بسبب صعوبة المعركة. شعرت هومور بحزن شديد، وظلت بجانب معلمتها تبكي. قال شيكي لهومور: أنا أيضا عندما خسرت شخصا عزيزا علي شعرت بحزن شديد، وأنا أشعر بمشاعرك الآن، لكنني مطمئن لأن لدي مجموعة من الأصدقاء أصبحوا عائلتي التي سأضحي بحياتي من أجلهم، وعيش على أمل أن الألم يزول بالتدريج. وطمأنها أنها ستجد عزاءها الوحيد في وجودها وسط عائلتها الجديدة. كانت السيدة كي وأتباعها يخططون لخطة شريرة جديدة يستفيدون منها. لكن شيكي دخل المبنى بسرعة. تحدثت السيدة كي إليه وقالت له: البنت التي معك هي ابنتي، لكنني تخليت عنها منذ زمن طويل عندما كنت عابدة في المعسكر. أما الآن فأنا ملكة الكوكب بأسره. ضرب شيكي الأرض بعنف لدرجة أن المبنى كله اهتز، لكن السيدة كي قالت له: أنت هنا محاط بأتباعي، لن تستطيع فعل شيء. هاجمت الجنود الطيور شيكي، لكنه طار وابتعد عنهم. ضرب شيكي جميع الجنود وركض نحو وحش بوجه أسد وضربه، لكن الوحش ضرب شيكي بقوة. شيكي لم يستسلم، وأمسك بأسلاك الكهرباء ولفها حول رقبة الأسد وقتله. وقفت السيدة كي في وجهه وأطلقت سلاحها السري، وهو روبوت عملاق كانت تبنيه لاستخدامه لهزيمة جو وجيشه، لكنها قررت أن يتعامل الروبوت مع شيكي أولاً. ضرب الروبوت الأحمر شيكي بلكمة قوية أرسلته بعيداً عن البرج الذي كانوا فيه، لكن شيكي نهض بسرعة وحاول رد الضربة، لكن يده أصيبت بسبب قوة الروبوت. وصلت ريبيكا وبينو حيث الجنود، وواجهتهم ريبيكا بإطلاق النار، لكن ظهر لها عدو جديد، وحش برأس أسد. هاجم الوحش العديد من المدنيين وضرب ريبيكا، لكن بسرعة ظهر إنسان يرتدي بدلة حديدية ويطير في الجو وأنقذ ريبيكا. تعرفت ريبيكا على صوته، فعرفت أنه فايس بالرغم من أنه سمى نفسه سوبرمان الحديدي. هرب شيكي من جميع الضربات التي وجهها إليه الروبوت العملاق واستخدمه كدرع، لكن الروبوت كان قادرا على تحديد مكانه بسهولة ولم يترك له وقتا للراحة. تعرض شيكي للضرب عدة مرات من قبل الروبوت. كان الناسك موجودا مع فايس، وقال له: أنا صنعت لك البدلة الحديدية لتحمي بها المجموعة والمدنيين. حول فايس بدلته إلى مدفع، وأطلق النار على الوحش، لكن الوحش كان سريع الحركة لدرجة أن فايس لم يستطع تحديد مكانه. هاجم الوحش فايس، لكنه حكم على نفسه بالموت حيث ضربه فايس وقتله وشعر بالانتصار.
لكن بيانات البدلة حذرته بأنه لم يتبقى له سوى 30% من الطاقة. استخدم فايس آخر طاقته لإطلاق النار على باقي الوحوش حوله، واختفت البدلة عندما انتهت طاقتها. كانت السيدة كي والروبوت يثبتون شيكي على الأرض، لكن قوة الجاذبية التي يمتلكها شيكي جعلته قادرا على رفعهم معا بعيدا عنه. قال للسيدة كي: لن أتركهم حتى تعودي لرؤية ابنتك. لكن كي ردت عليه قائلة: أنت تريد لم شمل الأم وابنتها بعد عمر طويل، لكنني أرفض ذلك بكل الأحوال. شعر شيكي بالغضب الشديد وجمع كل قوته في لكمة قوية نحو الروبوت وضرب مركز الطاقة فيه وعطله، لكن يده أصيبت إصابة خطيرة. ذهبت ريبيكا وفايز إلى المستودع لتغيير ملابسهما، وعندما دخلت ريبيكا الغرفة قفل عليها الشخص الذي ساعدها في العثور على مكان شيكي. حاول فايز فتح الغرفة لكنه لم يستطع. أخبر الرجل ريبيكا أنه ميرن الذي واجهها على يوتيوب، وقال لها: لقد هزمتني في آخر معركة، وقد حان الوقت لأرد الجميل. حاولت ريبيكا التفاهم معه لكنه كان رافضا أي تفاهم. ظهر خلف الرجل 4 أيد قوية وكبيرة، وحاول ضرب ريبيكا بطرق متعددة. حاولت ريبيكا الهرب من قوة لكمات الأيدي، وعندما فشلت أمسكت بمسدسها وأطلقت النار، لكن لم تصب أي رصاصة الأيدي. وقفت عاجزة عن التصرف، لكن تلقت لكمة قوية أصابتها. حاولت ريبيكا ربط الأحداث ببعضها، وتذكرت مواجهتها مع تشيل وعرفت أنها خدعتهم، لكنها هزمت كيرن وسمح لها بالرحيل بعدما أدركت الحقيقة. دخل فايس إلى الغرفة وقالت تشيل لنفسها: ريبيكا أخيرا اكتشفت قوتها التي لم تكن مدركة لوجودها، وهذه النقطة تمثل بداية لما سيحدث في المستقبل، فقوتها الكاملة عندما تظهر ستنقذ الكون كله. وقفت هومور وقررت أن تترك ما حدث وراءها وتبدأ في مواجهة الأشرار، لكن ظهر الحارس الذي يحمل الصاعق الكهربائي الذي شل حركتها من قبل. قال الحارس لهومور: أنا عرفت أنك قريبة من الزعيمة، وتقدمت وأمسكت بجسد فلكري. وقالت: للأسف كنت مضطرة لمساعدة السيدة كي لتدمير فلكري. الجميع كان يعتبرها بطلة، والسيدة كي اعتبرت نفسها ملكة الكوكب. لا يمكن أن يكون هناك شخص آخر يشاركها المنصب. بعد ذلك قطع رأس فالكوري وهو يبتسم. شعرت هومور بالغضب الشديد، واستخدمت قوة البرق التي كانت تستخدمها فالكري وملأت البرق المكان، لكن الحارس أمسك بيديها قبل أن تدمر الكوكب. قالت له هومور: أنت نسيت أنني أستطيع التحكم في فالكري، وأي طلب أطلبه منها تحققه حتى لو كانت معطلة. أعادت ريبيكا وضع رأس فالكري في جسدها الحديدي مرة أخرى، لكن ريبيكا كانت قلقة على هومور بعدما حدث لفالكري. قالت لهومور: بعد كلمات التشجيع التي سمعتها من شيكي، قررت أن أترك الحزن ورائي وأكمل حياتي. أعادت السيدة كي تشغيل الروبوت العملاق مرة أخرى، واستخدمت أعلى طاقة فيه. أطلقت شعاعا ليزر على شيكي، لكنه هرب بسرعة قبل أن يصاب. لكن الروبوت أطلق صواريخ على شيكي، وكانت الصواريخ تحتوي على خاصية التتبع بحيث لا تتوقف حتى تصيب هدفها. طار شيكي بسرعة في الهواء، لكنه حاول استخدام خطة لتدمير الروبوت بنفس الصواريخ. وقف شيكي أمام الروبوت، وعندما اقتربت الصواريخ منه هرب وأصابت الصواريخ الروبوت، مما دمر أجزاء كبيرة من جسد الروبوت العملاق. خرجت السيدة كي بسرعة من الروبوت، لكن جميع المدنيين نظروا إليها بكراهية. قال شيكي لهم: علينا أن نسمح للحظة انفصال هومور مع والدتها الحقيقية السيدة كي. تظاهرت السيدة كي أمام هومور بأنها تحبها، وكانت تبحث عنها طوال الوقت، وترجتها أن تسامحها، لكن هومورا أمسكت بالدب الصغير الذي كان آخر شيء أعطته لها والدتها قبل أن تقرر رميها في الشارع. فكت هومور يدها لأن شيكي كان قد ربطها بحبال قوية حتى لا تهرب. طلبت هومور من كي أن تتركها للأبد وتنسى أنها لها ابنة، وقالت لها: أمي الوحيدة هي فالكري، وهي الآن ماتت بسببك. هربت كي وهي تقول لهم: سأعود إليكم مرة أخرى وسأقتلكم واحدا تلو الآخر. لكنها تعرضت لهجوم من الرجل الذي تأذى على يديها وانتقم منها وقتلها. وقف شيكي أمام جسد فالكري ليودعها، ثم عاد هو ومجموعته إلى السفينة. تعصبت سير على شيكي وقالت له: لماذا لم ترجع جسدها؟ كان بإمكاني إصلاحها. لكن إيف قالت لها: نحن مبرمجون على أنه إذا أصلحنا بعد موتنا فإن كل ذكرياتنا ستمسح. لم يفهم شيكي كلامها، فأوضحت له: في يوم من الأيام حكى لنا الزعيم أن للروبوتات عدد معين من السنين يعيشونها، وعندما يأتي الموت يجب أن نقبله.
كان شيكي وباقي المجموعة مصريين على أنهم سيذهبون للبحث عن الأم الكبيرة. قالت لهم سير: أول طلب سأطلبه هو أن تعيد لنا فالكري. استمروا في رحلتهم على السفينة، لكن سير كانت حزينة جدا على خسارة فالكري. قالت لإيف: نحن لدينا علاقة تشبه علاقة الأخوات عند البشر، لكن كيف لا تتأثرين بخسارة فالكري؟ أجابت إيف: أنا حزينة جدا وأريد أن أبكي، لكن لا أحب أن أتصرف هكذا أمام أحد. احتضنتها سير وبكتا معا، وقررا أن يعودا أصدقاء كما كانا ويعبرا عن مشاعرهما بحرية. عندما تجمعت مجموعة شيكي وتوجهوا إلى وجهتهم القادمة، قال لهم شيكي: أنا فخور بأنني حققت أمنية جدي وكونت علاقات كثيرة وصداقات. رحلتي لصديقي لا تزال مستمرة وطويلة، وسأسعى لتحقيق هدفي في الوصول إلى الأم الكبيرة. انتهت حكاية بطلنا شيكي اليوم. قبل أن ننهي قصتنا، لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والتعليق على الفيديو، لأن هذا ما يشجعنا على الاستمرار. أراكم على خير.